بيبدأ المسلسل بشيرين مدرسة وأم مطلقة لياسين اللي في سنة أولى جامعة ولياسمين. في اليوم ده شيرين كانت في حنة صاحبتها اللي اسمها نوشكا وباتت عندها بدل ما ترجع متأخر، وروحت تاني يوم وطول الطريق ابنها ياسين بيتصل بيها، وبنعرف هنا ان ياسين متحكم في شيرين وفي تحركاتها وبيغير عليها جدا، وهي بتخاف منه لدرجة ان هي وهي راجعة من الحنة مسحت الميك اب قبل ما تدخل البيت علشان ياسين ما يشوفهاش بيه. ولما شافها علق لها ان هي راجعة تاني يوم ومنظرها وحش البيت بره. هو كان في الوقت ده بيحضر لها الفطار ومبهدل المطبخ، وهي طبعا اللي وقفت ونظفت وراه، وكان قاعد مستغرب انهم عاملين حنة لصاحبتها اللي عندها 44 سنة، وقال لها ان هم كبروا على الكلام ده. بعدها ياسمين دخلت المطبخ وعرفت ان هي كانت محضره فطار لنفسها، فشيرين قالت لها كانت حضرت فطار لاخوها معاها بدل بهدله المطبخ، وياسمين ما ردتش عليها وتجنبت ان هي تتخانق معاها ورجعت اوضتها. وبعدها ياسين رجع اوضته وشيرين وطت صوتها قوي وبعتت فويس لواحد اسمه كريم وقالت له ان هي مش هتقدر ترد عليه لانها رجعت البيت وجنب العيال. كريم ده هي بتحبه وهو كمان بيحبها، بس مخبيه علاقتهم بحجة ان هي خايفة على مشاعر العيال، بس الحقيقة ان هي خايفة من ياسين بس. بعدها كلمت اصحابها اللي كانت معاهم في الحنة واعتذرت لهم ان هي روحت بدري وما فطرتش معاهم، وقالت لهم ان هي عملت كده علشان عيد ميلاد باباها النهارده وعايزه تحضر التورته، وان كمان العيال صحوها قالوا لها تيجي علشان تحضر لهم الفطار. فصاحبتها قالت لها ما اسمهاش كده، اسمها ياسين، ملاش حد ياكله. هو ما كانش عاجبها دلع شيرين لياسين. بعدها شيرين فعلا حضرت التورته ونزلت هي وياسين علشان تروح لباباها، بس ياسين سابها وتحايل عليها علشان هو اللي يسوق. ورغم ان شيرين عارفه ان ياسين بيعمل حوادث كتير ما قدرتش ترفض له طلبه ووافقت ان هو اللي يسوق. وفي الطريق كريم اللي بيحب شيرين شافها وكان عمال يبص لها، وياسين لاحظ ده فغار عليها وكسر عليه ونزل واتخانق معاه، وشيرين كانت واقفه في النص ومش قادره تقول له ان هي تعرف كريم. وبعدها اخدته ومشيت وقال لها انا مش غلطان لان هو اللي كان بيبص لك، بس انتي ما شفتوش علشان مش بتركزي حواليكي، واللي يجي جنبك افرمه. دي بقى أفنان أخت شيرين وده حجازي جوزها، وفي الوقت ده كانت بتعمل بذكير وشوبينج وأخدت وقت طويل قوي عقبال ما رجعت لحجازي، وده كان مضايقه جدا خصوصا ان هما كانوا سايبين العيال مع باباها وكان خايف عليه من زنهم. وجابت هدية عيد ميلاد باباها ووصلوا لعيد ميلاد، وبعدها وصلوا ياسين وشيرين وبعدهم ياسمين واحتفلوا سوا بعيد ميلاد محمود. كريم اللي بيحب شيرين دكتور بيطري وبيعالج كلاب الشوارع مجانا، وبعد اللي حصل من ياسين ورد فعل شيرين الغريب كان متضايق قوي، ولما شيرين بعتت له ان هي عايزه تشوفه ما ردش عليها وروح البيت وهو لسه متضايق، ومامته اخدت بالها من ده. اما ياسمين فكانت متضايقه قوي لما شافت خبطه العربيه لانها عارفه ان ياسين كالعاده هو اللي خبطها، وتصليح الخبطه دي هيخليهم ياخدوا من الفلوس اللي بيحوشوها علشان يجيبوا تكييف جديد. وتاني يوم شيرين راحت المدرسة وبنشوف ان هي مدرسة لذيذة وبتسمع من الطلاب بتوعها. وياسين راح كليته كمبيوتر ساينس وقعد مع مروان صاحبه اللي في كلية العلوم واللي كان بيصلح له اللاب بتاعه. وبعدها خبط في بنت اسمها مريم ومعاه في الكلية وكان معجب بيها قوي. اما ياسمين في الوقت ده كانت قاعدة مع صحابها في الجامعة واشتكت لهم من ياسين اللي كل شوية يخبط العربية، ورغم كده شيرين بتديهاله علشان هو ابن امه. وبعدها صوروا تيك توك سوا وعمر صاحبها كان عمال يصورها. بعدها راحت محل الهدايا اللي هي بتشتغل فيه علشان تذاكر، وصاحبة المحل لطيفة معاها وبتساعدها. كريم بقى عايز يفتح مستشفى بيطرية وده هيكلفه كتير قوي، واستشار حمزة صاحبه انه ياخد قرض، بس حمزة ما عجبتوش الفكرة وقال له ان المستشفى دي هتكلف كتير قوي ويشوف حد من اصحابه متحمس لنفس الفكرة ويفتحوا المستشفى سوا. ولاحظ ان كريم شكله متضايق وسأله ليه، فقاله علشان اتحرق دمي امبارح. شيرين راحت تصلح العربية والراجل ما اخدش منها فلوس وقال لها ان الدكتور كريم حاسب على كل حاجة، فرجعت لياسين وكذبت عليه وقالت له ان الراجل مرضاش ياخد فلوس. وروحت البيت وكلمت كريم وقالت له ان هو وحشها وهزرت معاه واتأسفت له على اللي حصل لانه طبعا كان متضايق قوي من الموقف اللي حصل معاه مع ياسين، وقال لها ان هو عايز يقابلها. وفي الوقت ده وهي بتتكلم وبتهزر معاه ياسين دخل يطمن عليها، فخافت قوي وعملت نفسها بتكلم نوشكا صاحبتها وقفلت في وش كريم. ولما ياسين خرج بعتت له فويس واتأسفت له تاني. لما شيرين اتخضت ياسين ما عداش الموضوع، وتاني يوم استغل ان هي مش جنب الموبايل بتاعها واخده وفتش فيه ولقى مسح كل الرسائل الواتساب اللي بينها وبين كريم اللي هي مسميه على الموبايل مي، فصور الرقم وساب الموبايل وخرج وراح الجامعة لوحده وما استناش شيرين توصله زي كل يوم، وعمل سيرش على الرقم لقاه باسم كريم، فكان متضايق قوي. ولما مروان سأله فيه ايه اتعصب عليه. وبعدها مريم البنت اللي هو معجب بيها جت وفتحت كلام مع مروان
لانه لابس تيشيرت عليه رسومات انمي وهما الاتنين بيحبوا الانمي. فياسين لاحظ ان هي مهتمه ومعجبه بمروان فسابهم وقام. اما كريم فما كانش قادر يعدي الموقف اللي حصل من ياسين لانه زعق لشيرين في الشارع وكان خلاص هيضربه، وحكى لحمزه اللي حصل. فقال له شيرين ممكن يكون عندها مشاكل في طريقه تربيتها لابنها، اقبل الوضع ده. فقال له الوضع ده مش مقبول ومش هينفع نستمر كده. وبعدها كلم شيرين وطلب يشوفها فوافقت وحضرت نفسها. وهي نزلت قبله ياسين روح البيت وبعت لنفسه لوكيشن شيرين ومسح الرسالة علشان لما تتحرك وتروح اي حتة يعرف هي رايحة فين. وسألها هي رايحة فين فتوترت قوي وقالت له ان هي رايحة لصاحبتها. وسابته ونزلت وقابلت كريم اللي كان واقف بيساعد كلاب الشوارع وبيوصي الاطفال ان هم ما يضايقهمش. وراحوا قعدوا سوا وكريم قال لها انت بتحبيني انا ولا مبسوطه ان في حد بيحبك ووحشك الاحساس ده؟ فقالت له ان هي بتحبه وهو كمان قال لها ان هو بيحبها بس زعلان. فقالت له انت مش مجبر خالص على دوشتي ودوشه العيال. فقال لها انا مش مجبر ده اختياري. فقالت له ان هي بتحبه علشان محترم وحنين وبيحترم الست ويحتويها. فقال لها انا عايز احبك على بعض كده من غير ما اعرف ليه. وبعدها شكرته ان هو صلح لها العربيه. وفي الوقت ده ياسين كان عارف مكانها فين وكلمها كذا مره بس هي ما سمعتش الموبايل. ولما شافت ان ياسين مكلمها 6 مرات اتوترت قوي ولمت نفسها ان هي ما ردتش عليه. وده طبعا كان قدام كريم اللي كان متضايق قوي من خوفها من ياسين. وكلمته وقالت له ان هي عند نوشكا صاحبتها. فلما قفلت معاه كريم قال لها قلتي له ليه كده؟ كنتي قلتي له بعمل حاجه ومش عايزه اقولك عليها. احنا ما ينفعش نفضل مستخبيين كده وانا تعبت من التوتر ده لان احنا مش بنعمل حاجه غلط ومش مراهقين. وبعدها هزروا وتصوروا سوا. وفي الوقت اللي هما بيتصوروا ويهزروا سوا ياسين وصل وشافهم سوا بس ما واجههاش. وكلم ياسمين وهو منهار علشان يطمن عليها. فياسمين استغربت ده لانه مش من عادته ان هو يطمن عليها. وبعدها راح يعوم علشان يفرغ حزنه. ياسمين بقى في الوقت ده كانت بتقدم على وظيفة مضيفة طيران وكان نفسها ان هي تتقبل في الوظيفة دي علشان تاخد حريتها وتعيش في دبي. وعمر صاحبها كان عمال يصور فيها بس مش معروف لحد دلوقتي ليه. تاني يوم شيرين راحت وهي متحمسة قوي لصاحبتها وقالت لها كريم عايز يتجوزني وانه قال لها انه مش عاجبه شغل المراهقين ده وانه مش حابب علاقتهم تبقى في السر. فاستغربت وقالت لها فين موضوع الجواز في القصة؟ اللي انا فهمته من كلامه انه مش عايزك تقلقي وانك تفهمي ولادك ان في راجل في حياتك. هو اللي انا اعرفه عن كريم انه واضح ولو عايز يتجوزك كان قالها لك صراحة. اما كريم فراح لحمزة صاحبه ونادين مراته واشتكى لهم من خوف شيرين من ياسين وكان عايز يعرف رأي نادين في الموضوع ده. فنادين لان ظروف جوازها من حمزة نفس ظروف شيرين قالت له ان هي كمان اخدت وقت لحد لما قدرت تفصل بين حياتها كأم وكزوجة وانه بيحب واحدة ابنها متعلق بيها تعلق جنوني وهي كمان ولازم تبقى مدرك انك مش هتبقى كل حاجة في حياتها. فقال لهم انا مش عايزة اكون كل حاجة في حياتها، كل اللي عايزة انه الجزء اللي هتدوني من حياتها يبقى مريح. وشيرين مش شايله هم غير ياسين وياسمين اصلا مش محطوطه في حساباتها وياسين لازم يفهم انه يحترمها لانه كسر كل القواعد معاها. ياسين بقى في الوقت ده عمل اكاونت فيك باسم واحده وكلم كريم من الاكاونت ده وكانها واحده تعرفه من زمان. فكريم شتمها وعمل له بلوك. ياسين كان بيعمل الحاجات دي وهو في الجامعه. وفي الوقت ده مريم راحت وعزمت على مروان ان هم يروحوا فيلم انمي سوا. فمروان قال لياسين يروح معاهم بس ياسين كان قليل الذوق جدا معاه واتعصب عليهم وسابهم ومشى. وكمل كلام مع كريم بالاكاونت الفيك وقطع له ال4 عجلات بتاعه عربيته البي ام وبعت له صورتها وقال له انه عمل كده لانه عمل له بلوك. فكريم طبعا اتعصب جدا وما كانش عارف مين دي اللي عملت في عربيته كده وراح لحمزة وحاول يعرف بيانات الرقم بس ما عرفوش حاجة وفكروا سوا مين اللي ممكن يعمل معاه كده وينتقم منه بالطريقة العيالي دي لحد لما جه في باله ياسين. في الوقت ده ياسين روح وكانت شيرين بتدي درس في البيت فناداها واتعصب عليها لانها لابسه بلوزه قال لها قبل كده ما تلبسيهاش في حصص الصبيان. بعدها كريم قال لها ان هو عايز يقابلها فراحت له وقال لها هو ياسين يعرف حاجه عن علاقتنا؟ فقالت له لا استحاله، لو يعرف كده استحاله ينزلني من البيت. قال لها جايز يعرف وما قالكيش ووراها المحادثه اللي بينه وبين الاكاونت الفيك اللي عامله ياسين. فقالت له لا ياسين ما يعملش الحاجات الزباله دي وزعلت منه وحاول يصالحها بس هي سابته ومشيت. وروح البيت وكلم ياسين من رقم مامته على رقم الاكاونت الفيك. فياسين رد وقال له انا كريم، ايه رايك نتكلم راجل لراجل احسن؟ فياسين اتوتر وقفل في وشه وروح البيت وشيرين عاتبته ان هو كان قافل تليفونه. فرد عليها بقله ادب وقال لها انا حر، مش انتي كمان حره وبتعملي اللي انتي عايزاه ومصاحبه؟ فشيرين اتفاجئت وقالت له انت ازاي بتكلمني كده؟
انت اتهبلت؟ وايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ قال لها انا اللي اتهبلت؟ انا اللي عندي عيلين اطول مني ومصاحبه راجل من وراهم، انت بتنكري وبتكدبي ليه؟ فياسمين ما استحملتش قله ادبه وخرجت وزعقت له وقالت له هي مش عارفه ترد عليك. فشيرين قامت مزعقه لها هي وقالت لها لا انا عارفه ارد عليه. فقالت لها انت هتمسكي فيا؟ انت مش سامعه هو بيقول لك ايه؟ وقالت له هو انت اللي امها ولا هي اللي امك؟ فقال لها تلاقيكي قايله لها كل حاجه. وقال لي ياسمين امك بتعرف رجاله. فشيرين ما استحملتش وضربته بالقلم وياسمين شتمته. فاخد مفاتيح العربيه وساب البيت وقال لهم البيت ده ما بقاش فيه راجل وانا ماليش لازمه خلاص، وسابهم ومشى. وهي طبعا قلقت عليه جدا وفكرته راح لباباها واتصلت بيه علشان تعرف هو فعلا راح له ولا لا، بس لقيته مش عنده فما قالتلوش حاجه. ولما لقيت العربيه مش موجوده نزلت تدور عليه في الشارع لحد لما لقيته نايم في العربيه في مكان قريب من البيت، فاطمنت عليه وروحت. وتاني يوم ياسين راح السباحة ورجع على البيت وهي اطمنت عليه بس ما تكلموش سوا، وجهزت نفسها علشان تروح المدرسة. دي بقى درية مامة كريم ودي سعاد خالته، وقرروا في اليوم ده ان هما يطلعوا العين السخنة لوحدهم من غير عمدة جوز خالته اللي على طول لازق فيها ومش بيعوزها تروح مكان لوحدها. ومن اخت كريم وتيا بنتها راحوا سلموا عليهم قبل ما يسافروا، وكريم هو اللي وصلهم. وفي الطريق شيرين كلمته كتير قوي بس هو ما كانش بيرد عليها، فسعاد شافت اسمها وحاولت تعرف منه اي تفاصيل عن علاقته بيها بس هو ما قالهاش حاجه. فشيرين اتعصبت عليه وبعتت له فويس علشان يرد عليها، وراحت المدرسة وهي متعصبة وما كانتش في المود خالص لا مع طلبة ولا بعد الحصة مع زمايلها لان كريم مش بيرد عليها. فراحت له العيادة وقدام كل الناس الموجودين قالت له انت ما بتردش عليا ليه؟ انت مستهتر بيا للدرجة دي؟ انت ازاي ما تقوليش ان انت وياسين اتكلمتوا مع بعض؟ وسابته وخرجت. فخرج وراها وقال لها ياسين اتجوز كل حدوده وانت ما بتعمليش حاجه غير انك تدافعي عنه، وانا قلت لك ان هو اللي بيكلمني من اكاونت فيك وعمل كده في العربيه وانت رافضه تصدقيني وبتدافعي عنه. فاضطريت اتصرف وكلمته وقلت له نقعد ونتكلم مع بعض. فقالت له انت من ساعه ما دخلت حياتي وحياتي باظت وعلاقتي بولادي باظت ولحد هنا وكفايه، مش هسمح لك تبوظ لي علاقتي بياسين. اما ياسين فراح الجامعه وواحد خبط فيه وقع له موبايله بالغلط فاتخانق معاه والواحد ده كان هيضربه، بس في واحد تاني اسمه شربيني مشهور في الجامعة راح ودافع عنه وقال لهم ان هو تبعه فخافوا منه ومشيوا، وياسين وشربيني اتعرفوا على بعض. اما ياسمين فرحت انترفيو علشان تشتغل مضيفة وقالت فيه ان هي عندها 21 سنة وفي كلية تجارة انجليش وانها عندها خبرة لانها بتشتغل في محل هدايا وبتحب تساعد الناس وبتحب السفر ونفسها تستقل عن اسرتها. كريم بقى كان بيحاول يوصل لشيرين بس هي ما كانتش بترد عليه، فراح لنوشكا وحكى لها كل اللي حصل. فقالت له المشكله انك نخورت في اهم حاجه في حياتها ياسين، وانت محتاج تفهم انك مرتبط بام مكرسه حياتها بقالها 20 سنه لاولادها وبس. تاني يوم محمود اخد ياسين معاه وهو بيصطاد ولقاه مش في المود ومش بيرد على اتصالات شيرين، فساله ايه اللي حصل. فياسين قال له انه اتخانق مع شيرين خناقه جامده علشان طلعت تعرف راجل وبيتقابلوا وينزلوا ويخرجوا ومش قايله لحد، دي حتى مسجلها على موبايلها باسم واحده ست. فقال له انت مش واثق فيها؟ قال له انا مش واثق فيه، هو ممكن يكون بيضحك عليها. فقال له سيبك ان شيرين بتدلعك ويبان عليها انها بتغرق في شبر ميه لكن امك شيالة حمول. وبعدها قال له مفيش راجل يفتش ورا امه في تليفونها، عيب. كريم بقى راح لحمزه واشتكى له من ان عيل صغير زي ياسين متحكم في حياته هو وشيرين. فقال له انت شايفه عيل لكن افتكر نفسك وانت في السن ده بنبقى فاكرين نفسنا كبار. وبعدها قال له مش انت بتحبها؟ اتجوزها. فقال له احنا مش عارفين حتى نتكلم في التليفون، وانه فعلا بيحبها بس ملهوش في دلع العيال. فحمزه قال له الموضوع صعب بس طالما بتحبوا بعض هتلاقوا حل. وبعدها كريم راح لاخته اللي كانت عايزه تعرفه على واحده صاحبتها بس هو غير الموضوع، فقالت له يبقى في واحده في حياتك زي ما ماما بتقول، بس هو برضو ما اداش اي تفاصيل. وسابها واتصل بشيري بس برضو ما كانش بترد عليه، فكلم نوشكا. ياسمين بقى قابلت صاحبتها وقالت لها عملت ايه في الانترفيو، وقالت لها انا قلقانه اتقبل اكتر ما قلقانه اترفض لان مش قادره ادخل في خناقات مع ماما ياسين. ياسين هيزعل هيتضايق، بحس ان كل حاجه في البيت بتدور حوالين ياسين، حتى ماما بتعمل الاكل اللي بيحبه ومواعيد البيت بتمشي بالطريقه اللي تناسبه واكني مش موجوده في البيت اصلا، وانها حتى لما هتروح باللبس الفورمال مامتها مش هتاخد بالها اصلا. وروحت البيت وهي مستعجله لان خالتها افنان سايبه ولادها عندهم وهي اللي بتقعد معاهم. وفي الوقت ده افنان كلمت شيري ولقت صوتها متغير بس ما قالتلهاش السبب، وقالت لها علشان ياسين خبط العربيه. وبعدها ياسين ومحمود وصلوا ومحمود اخد ولاد افنان معاه وهو مروح، وياسين دخل اوضته وفضل قافل على نفسه لحد بالليل. وبعدها دخلت له وقالت له ان هي عايزه تقعد وتتكلم معاه، فما رضوش ولا حتى رضى ياكل وكلمها بقله ذوق وقله ادب.
فرجعت اوضتها وهي متضايقه، ونوشكا كلمتها ولقت صوتها متغير، فقالت لها ان ياسين زعلان منها وقافل على نفسه الاوضه والموضوع كبير قوي. فنوشكا قالت لها تعالي اقعدي معايا شويه ونتكلم وسيبيه لوحده شويه علشان يقوم ياكل ويظبط نفسه. فعملت كده، وقبل ما تنزل قالت له ان هي رايحه لنوشكا وانها سايبه له اكل، وقالت لياسمين تسخن له الاكل. واول ما نزلت خرج من اوضته. بعدها شيرين راحت لنوشكا ولقت كريم هناك واتأسف لها وقال لها ان هو بيحبها وعرض عليها الزواج، فقالت له انا اسفه مش هينفع وسابته ومشيت. كريم بعدها وقف مع نوشكا وحمزة اللي قال له انت كده عملت اللي عليك، وهي اخدت القرار ورفضت. بس نوشكا كان رأيها مختلف وقالت له حاول معاها تاني لان شيري بتحبك وانت كمان بتحبها، وكانت مستنيك تتقدم لها، والمشكلة مش فيها لان ياسين لو موافق على جوازة دي كانت هي كمان وافقت واتبسطت. واتأسفت لكريم ان هي اللي خلتهم يقابلوا بعض، وقالت له ان هي ما كانتش متخيلة انها ترفض، بس لمته انه دخل في الموضوع على طول وما مهدش لشيري ان هو هيتقدم لها في اليوم ده. واختلفت تاني هي وحمزة في الآراء، فكريم سابهم وطلع بيته. وتاني يوم شيري وحشت كريم فقعد يتفرج على صورها، وكان هيبعت لها فويس بس لغاها. في الوقت ده درية مامة كريم وسعاد خالته كانوا عايشين حياتهم في العين السخنة ومستمتعين قوي. وعدى اليوم ده وتاني يوم شيري صحيت متضايقة واخدت اجازة، وطلبت من ياسين يقعدوا يتكلموا سوا، وهو رفض في الاول بس بعدها وافق. فقالت له انت عارف انت بالنسبه لي ايه، مش عايزاك تشك في حبي ليك، وانا عارفه اني غلط لما خبيت عليكم واتعاملت معاكم انكم اطفال. عموما الموضوع انتهى ويا ريت ما نتكلمش فيه تاني. وهزرت معاه وقالت له عديها لي زي ما عديت لك حاجات كتير وانت صغير. فاتكرم عليها وابتسم لها، وبعدها قال لها ان هو متاخر على الجامعه وسابها ومشى. وهي راحت السوبر ماركت وروحت، وقالت لي ياسمين ما تتغداش بره النهارده وتتغدى معاها هي واخوها، وقالت لها ان الغدا باميه. فالغدا ده لانه على ذوق ياسين وياسمين اصلا ما بتحبهاش اتضايقت وقالت لها انت عارفه ان انا مش بحبها، ورجعت اوضتها. بعدها ياسين رجع من الجامعه وكانت فرحانه قوي ان هي اتصالحت معاه وحضرت له الاكل زي ما بيحبه، وهي متحمسه قوي. وقعدوا يتغدوا، ولما عرف ان ياسمين مش بتتغدى معاهم علشان مش بتحب الباميه لموها هي ان هي مش بتحبها، وملموش نفسهم ان هي ما عملتلهاش حاجه تحبها، ورجعت علاقتهم تاني زي الاول. وبالليل قامت جهزت كافيه بكميه كبيره وراحت ادت لنوشكا، وقالت لها ان هي كمان عامله الافنان ولباباها ولزمايلها في الشغل لانها كانت قاعده زهقانه. فقالت لها ده اكتئاب جامد، انا كنت متوقعه انك متضايقه بس مش للدرجه دي، وسابتها ومشيت. حمزة راح لكريم لأنه مش بيرد على تليفونه، وهو في اليوم ده هو ومراته كانوا عازمينه على حفلة، وعارفين انهم لو قالوا له انهم عازمينه على حفلة مش هيرضى يروح معاهم. فراح له قال له ان هو متخانق مع ليلى مراته وعايزه ينزل معاه علشان يحلوا المشكلة، وفعلا نزل وراحوا الحفلة. وكريم برضه هناك ما كانش في المود خالص. وبعد الحفلة قعدوا سوا، وبرضه كان بيبص على صور شيري، وليلى وحمزة اتكلموا معاه وحاولوا يخرجوه من المود. ياسمين بقى في الجامعة عمر زميلها كان بيصورها كتير كالعادة، وطلع السبب في الصور دي انه عامل اكاونت على انستجرام وبيكتب شعر وبينزل صور ياسمين معاه. شربيني بقى اللي مع ياسين في الجامعة ودافع عنه قبل كده وشكله شاب مش كويس، شاف ياسين عند الكشك وقال له يقف معاه هو وزمايله، بس ياسين ما وافقش وقال له ان هو متأخر على البيت. بالليل بقى شيري قعدت مع نوشكا اللي بنعرف ان هي بتحب واحد من سنتين اسمه يوسف، وهو نفسه يتجوزها بس هي مش موافقة علشان خايفة تتجوزه لان كل النماذج اللي حواليها من المتجوزين مش مبسوطين، وخايفة لو اتجوزته ما يبقاش كويس معاها. فشيري قالت لها مفيش حاجة مضمونة، وكانت بتقنعها بالجواز منه، وقالت لها لو يوسف أصر على جواز وسابك هتخسريه. فغيرت الموضوع وقالت لها انت ليه مش بتقولي لنفسك الكلام ده؟ فقالت لها انا غيرك، انا عندي عيالين كبار واقلمت نفسي على الوضع ده ومبسوطة كده. بعدها بيوم في واحد في العين السخنة كان بيحاول يفتح كلام مع درية، وهي اتحرجت قوي. وبعدها منى كلمتها تطمن عليها، ولان كريم من ساعة موضوع شيرين وهو مش بيطمن على مامته ولا بيفتح جروب الواتساب بتاع العيلة، فمنى قالت لها شكلك عندك حق وشكله مشغول مع واحدة جديدة. اما شريفة قالت لياسين يروح معاها السينما وهو ما كانش موافق، فقعدت تتحايل عليه لحد لما وافق. وفعلا راحوا كانوا مبسوطين لان علاقتهم ببعض رجعت زي الاول. وكريم في الوقت ده بعت لها واتساب وقال لها انا عارف ان انا غلطان، وهي كالعاده خافت ان ياسين يشوف الرساله ومسحتها. درية مامة كريم اللي حضرت حفلة وهي في العين السخنة، والحفلة دي كان فيها عازف كان معجب بيها وهي كمان كانت معجبة بيه، وبعدها راح وقعد معاها على نفس الترابيزة. اما كريم فشكل السكرتيرة بتاعته معجبة بيه لانها حاولت تفتح معاه كلام في اللي حصل من شيري لما راحت له وزعقت له، بس هو ما ادهاش اي تفاصيل. وبعدها بيوم شيري راحت لنوشكا وما كانتش قادرة تتخطى رسائل كريم، وكانت عمالة تعيد في الفويس اللي بعته لها اللي اعتذر لها فيها وقال لها ان هو عايز يقعد معاها. فنوشكا قالت لها طب ما تردي عليه وقابليه، هيحصل ايه لو قابلتيه؟
فقالت لها انا مش عايزه مشاكل، وما صدقت حياتي هديت، وياسين بطل يبص لي النظرات بتاعته، مش هضحي بكل ده. فقالت لها ياسين وياسمين بكره يكبروا ويتجوزوا ويسيبوكي، واصرت عليها ان هي تنزل تقابله. ياسين في الوقت ده كان في الجامعة، وكان بيتجاهل مروان وبدأ ينضم لشلة شربيني، وراح معاه القهوة، وهناك اتعرف على شلة وبنت مش محترمة وشرب شيشة. وياسمين في الوقت ده كانت في الشغل، وجات لها مسج ان عندها انترفيو في شغلها كمضيفة طيران، وكانت مبسوطة ومتحمسة قوي. وصاحبة المكان اللي بتشتغل فيه واللي بتعملها بطريقة كويسة قوي فرحت لها جدا. وبعد الجامعة والشغل شيري اتجمعت هي والولاد واختها عند باباها، ومحمود قعد معاها وسألها عن كريم، فعرفت ان ياسين هو اللي اشتكاها وقال له، فقالت له انه كان راجل كويس ومحترم، وانه كان موضوعه راح لحاله وما ينفعش ترتبط بيه علشان خاطر الولاد. فقال لها انت خايفة على ياسين وياسمين ولا خايفة من ياسين؟ فغيرت الموضوع وقالت له ان هي مش عايزة تفكر ولا تتكلم في الموضوع ده. فقال لها فكري تاني، وفعلا فكرت تاني وراحت تقابله واعتذر لها، وقال لها ايه المانع انك تكوني مبسوطه ونكون مع بعض وولادك كمان يكونوا فرحانين لك. فقالت له انا مبسوطه ان هم في حياتي. فقال لها لا انتي مش مبسوطه. فقالت له انتوا ليه بتكرروا لي انت وبابا ونشكه؟ فاتفاجئ لما عرف ان باباها عارف بعلاقتهم سوا، وفرح بده وسألها عن رأيه. فقالت له ان هو ما عندهوش مانع. وبعدها أخدها لمنى أخته في تمرين بنتها علشان تتعرف عليها، وفعلا اتعرفت عليها. ولما عرفت إن ولادها في الجامعة اتفاجئت بده، بس كانت لطيفة معاها. أما ياسين فبدأ ينضم أكتر لشلة شربيني، وراح معاهم في مكان غريب بس ما حسش المكان وسابهم ومشى. وتاني يوم راح الجامعة، ومريم راحت قعدت جنبه في المحاضرة، ولقينه مش بيكلم مروان وبيتجاهله قالت له انت متضايق من مروان ولا مني؟ فلقينه كان معجب بيها، وعارف ان هي معجبة بمروان وهو كمان معجب بيها، كلمها بطريقة حادة وقال لها مروان صاحبي، واللي بيني وبين مروان يخصنا احنا الاتنين وبس. اما شيرين في الوقت ده كانت متوتره قوي وبتجهز نفسها علشان تقابل كريم، لانه طلب يقابل باباها. وياسمين حست ان في حاجه، بس شيرين ما قالت لهاش، ونزلت وقعدت معاهم. وكريم عرف نفسه لمحمود، ومحمود كان عايز يكلمه من غير ما شيرين تبقى قاعده، فقومها وقال له انت ليه عايز تتجوز شيرين؟ فكريم اتفاجئ من السؤال وقال له ان هو قابلها وارتاح لها وحبها، وعرفه كمان ان هو كان متجوز قبل كده وما حصلش نصيب، وانه هيعمل كل اللي هيقدر عليه علشان ما يمرش بالتجربه دي تاني هو وشيرين. فقال له فكرت في ترتيبات الجواز علشان شريهان مش لوحدها وفي الولاد. فكريم معرفش يرد عليه، فقال له خد وقتك ولازم تقعدوا انت وشيرين قبل ما تتجوزوا وتفكروا في الموضوع ده. يوسف بقى اللي بيحب نشكة ومطلقة وأرمل وعنده ولاد وعايز يتجوز نشكة، بس هي خايفة من فكرة الجواز لأنها كانت متجوزة قبل كده واتطلقت، وكل النماذج اللي حواليها مخلينها مش عايزة تتجوز. يوسف قابلها وسألها هي ليه مش بترد عليه، وحاول يفتح معاها موضوع الجواز تاني وهي بتحبه، بس كانت بتهرب من الكلام في الموضوع ده. شيري ومحمود اتفقوا ان محمود هيجيب ياسين علشان يقوله ان هو قابل كريم، وشيري كانت قلقانه قوي من الموضوع ده وخايفه من رد فعل ياسين. فاول ما خبط على الباب استخبت، ومحمود فتح له قعد معاه وقال له ان هو قابل كريم وانه محترم ومن عيله وعارف ظروف شيري. فمحمود اتفاجئ برد فعل ياسين لانه قام متعصب وقال له هو ده اللي انت جايبني علشانه؟ علشان تقول لي انك موافق تبقى اريال؟ هو انا المفروض اعمل ايه؟ انزل افسحهم في الخطوبه؟ فشيري خرجت له، فقال لها ده عن حب ولا تصليح غلطه؟ فمحمود قال له انت اتجننت، ولو ما اتكلمتش بأدب هربيك من اول وجديد. فقال له كنت تربي بنتك اولى، الله اعلم ايه اللي حصل بينكم، ما انت مسجله على تليفونك منى وبتمسحي الشات اللي بينكم، الله اعلم كنت بتبعتي له ايه. فطردته من البيت وما بقاش عارف يروح فين، فراح اسكندريه لان وائل بابا عايش هناك وكان بيتصل بيه كتير قوي علشان يروح له، بس تليفونه كان مقفول فما بقاش عارف يروح فين وبات في الشارع. وتاني يوم شيري صحت ياسمين وهي منهارة وقالت لها ان ياسمين ما باتش في البيت لانه متخانق وزعقت له جامد. فياسمين اتفاجئت ان هي زعقت له وقالت لها ايه التغيير المفاجئ ده، وبعدها قالت لها هو اكيد عند مروان. فشيري كلمت مامة مروان وعرفت منها ان هو ما راح لهمش. وياسين صح وكلم بابا وقال له ان هو في اسكندرية وعايز يقعد عنده يومين، فبابا قال له ان هو هيروح له. فعلا بعد شوية راح له وسأله ايه اللي حصل، فياسين قال له ان هو متخانق مع مامته. وشيري في الوقت ده كانت متوترة قوي وعمالة تدور عليه وخلت كل اللي حواليها يدوروا عليه. وبعدها كلمت كريم وقالت له ان ياسين مختفي من امبارح. كريم في الوقت ده كان قاعد مع مامته اللي خلصت رحلتها في العين السخنة ورجعت القاهرة، واول ما شيري كلمته راح معاها يدوروا عليه في كذا مكان وما لقوهوش. وبعدها رجعت البيت هي وكريم. في الوقت ده ياسين قالت لها انه وائل على التليفون، فكلمته وقال لها ان ياسين عنده. وياسين اتضايق ان هو قال لها مكانه وقال له ان سبب خناقتهم ان هي عايزة تتجوز. وشيري هي كمان اتضايقت قوي لانه راح لبابا من غير ما يقول لها، وقالت لكريم اديك شايف حياتي عامله ازاي، فهداها وقال لها المهم انك عرفتي مكانه، وسابها مع ياسمين ومشى.
وبعدها محمود راح لها وقعد معاها واشتكت له ان هي متضايقه قوي ان ياسين راح لطليقها، لانه كل فين وفين لما بيسال على عياله لما مراته الجديده تحن عليه، فقال لها احنا ما شفناش منها حاجه وحشه، وده ابوه وعمره ما هيعمل حاجه تسأله او تسألك. والدليل على كده ان هو كلمك بنفسه اول ما ياسين راح له. مش جايز ياسين في الوقت ده والظروف دي بالذات يكون محتاج فعلا ان هو يقعد مع ابوه؟ فاتعصبت عليه وقالت له ناقص تقول لي خليه يعيش عنده على طول. فاتضايق من المناهده معاها وقال لها انت وابنك تعبتوني ومحتاج شاي. فراحت علشان تعمله له ولقت ياسمين في المطبخ اللي لمحت لها ان هي موافقه على جوازها من كريم، وقالت لها ان هو شكله كيوت، مع ان شيري ما اهتمتش برايها زي ما اهتمت براي ياسين ولا فتحت معاه الموضوع ده اصلا. أفنان أخت شيري وجوزها اتكلموا في موضوع جواز شيري، وأفنان كانت متضايقة قوي ومش مستوعبة إن شيري عايزة تتجوز ومش موافقة خالص على الموضوع ده لأن ولادها كبروا وشكلهم مش هيكون كويس قدام الناس. فحجازي قال لها إن هو مع رأيها بس هم ملهمش دعوة. ياسين اتغدى مع باباه ومراته وبناته، وبعد الغدا مرات بابا قالت له يشيل طبقه، وطبعا لأن شيري مدلعاه ما كانش متعود على ده. كريم وشيري راحوا قابلوا نوشكا وحمزة وليلى، وشيري عرفت ان كريم هو اللي مظبط الخروجه دي علشان يخرجها من المود، ونوشكا كانت حاسه ان هي وحيده وهي قاعده في وسطهم. وبعدها اتفتح موضوع ياسين، وشيري قالت لحمزة وليلى ان المشكله ان هو راح لباباه والموضوع ده مضايقها قوي، وقالت لهم انتوا طبعا ما عندكمش المشاكل دي لان حمزة وليلى متجوزين بس محدش يعرف ده غير حوالي 10 اصحابهم، ولا حتى مامة ليلى تعرف ولا ولادها اللي عايشين مع باباهم. وقالت لها ان هي ما كانتش عايزه وجع دماغ ولا حد يديلها رأي في جوازها، وان اللي شجعها على خطوه الجواز من حمزه انها قالت ان محدش هيفضل لها، وانها لو كانت استنت وقت تاني ممكن حمزه في الوقت ده ما يكونش موجود، وانها مرتاحه ومبسوطه ان هي اتجوزته. وهي بتقول الكلام ده نوشكا فكرت في علاقتها بيوسف وكلام ليلى خلاها تخاف تخسره. ياسمين بقى عزمت صاحبتها عندها في البيت وقالت لها النهارده البيت بتاعنا، ياسين مش هنا، وقالت لها ان شيري هتتجوز. وكانت متضايقه لانها عرفت موضوع الجواز لما ياسين عرف واتخانق وساب البيت، وشيري ما راحتش تقول لها. وائل قال لمراته تخيلي شيري عايزه تتجوز، فقالت له ما انت اتجوزت وعملت بيت. قال لها انا راجل، انما هي عايزه تجيب واحد يعيش مع ياسمين اللي على وش جواز في بيت واحد، وياسين برضو ذنبه انه يعيش مع راجل غريب. فقالت له ما هو عايش دلوقتي مع ست غريبه مش كده؟ شيري بقى بعد كلام ليلى وكريم بيوصلها البيت قالت له ان هي موافقه على جواز ويروحوا يكلم باباها ويتفقوا سوا، وهو فرح قوي وروح البيت وحكى لمامته عن شيري وقال لها ان هي قده عندها 40 سنه وعندها ولاد في الجامعه. فاتخضت وزعقت له، فقال لها ان هي اتجوزت صغيره وانها جميله وجدعه ولما تقابلها هتحبها. فاتضايقت قوي وموافقتش على الجواز لانه ليه تجربه جواز قبل كده ما كانتش برضو موافقه عليها. فقال لها قابليها الاول ولما تعرفيها هتحبيها زي ما انا رحت وقابلت باباها. فاتخضت تاني لانه قابل باباها من غير ما حتى يقول لها، وزعقت له وقالت له كنت اتجوزتها كمان من ورايا لاني مش مهمه بالنسبه لك ومليش راي، واستبت وقامت وهي متضايقه قوي. وبعدها قعدت وعلمت هي بنتها منى الزراعه، وكانت زعلانه وقلبها وشها على منى لانها واقفه في صف كريم وموافقه على جوازه من شيري. فمنى قالت لها وانا لو كنت مكانها هتشوفي ان المفروض ما اتجوزش تاني. وبعدها قالت لها سيبيه براحته لانه شكله بيحبها بجد وهي ست لطيفه ومحترمه ولو قابلتيها هتحبيها. فدريه فكرت في الموضوع تاني. أفنان بقى أخت شيري كانت قاعدة معاها وبيتكلموا ويهزروا مع بعض لحد لما شيري قالت لها إن هي وافقت على الخطوبة من كريم. فأفنان اتصدمت وسكتت، وبعدها بركت لها وهي متضايقة، وشيري أخدت بالها من ده. وكريم قعد مع ليلى وقال لها ان هو وشيري قرروا يتجوزوا وانه خايف لا شيري تكون بتتهور واخدت القرار ده بس علشان تعند مع ياسين لانه مش قادر على وجع تاني. فقالت له ممكن، وممكن لو ما كانش ده حصل ما كانتش شيري اتجرأت ووافقت تتجوزك. وائل ومراته وبناته كانوا خارجين وياسين بص للبس مرات بابا واخته اللي ما كانش عاجبه بطريقه وحشه، بس طبعا ما قدرش يقول لهم حاجه زي ما كان بيتحكم في لبس شيري وهي كانت بتسمع كلامه. وبعدها هو كمان نزل وياسمين وشيري كانوا وحشينه، فبعت فويس لياسمين يسالها عامله ايه وسالته ناوي يرجع امتى، فقال لها انه مش ناوي يرجع دلوقتي وكان هيسالها عن شيري بس لغى الفويس. شيري بقى راحت المدرسة وطلبت اجازة 3 ايام من النظرة، وقالت لها ان هي طالبة الاجازة علشان عندها خطوبة. فالنظرة فكرت ان ياسمين هي اللي هتتخطب وقعدت تقول لها البنوتة كبرت وكبرتك وبقت عروسة وعقبال ياسين، وبركت لها ودتها الاجازة. فشيري اتحرجت وما قدرتش تقول لها انها خطوبتها هي. عمر زميل ياسمين واللي معجب بيها نزل الصور اللي بيصورها لها على انستجرام وهي قعدت تقرا التعليقات
اللي كلها حلوه ومدح فيها. فاتفاجئت وقالت له دي احلى حاجه حصلت لي من فتره، ما كنتش متخيله ان حد شايفني كده، ما كنتش متخيله ان حد شايفني اصلا. لانها طبعا في البيت شيري مركزه اهتمامها ومدحها وتشجيعها كله لياسين وبس، فده خلى ياسمين ما عندهاش ثقه بنفسها. فعمر قال لها بس انا شايفك على طول، وهي اتحرجت وسابته وقامت. درية بقى راحت لسعاد اللي كانت عماله تقول لجوزها ان في عازف في العين السخنه اسمه منير كان معجب بدرية قوي، ودرية اتحرجت. بس بعدها جابت رقم وكلمته بحجه ان هي عايزه تدي دروس موسيقى لحفيدتها تيا، بس هي اصلا كانت عايزه تكلمه وتشوفه وهو كمان، واتفقوا سوا ان هي هتروح له بتيا. شيري بدأت تجهز نفسها للخطوبة، فراحت مع نوشكا علشان تشوف الفستان، والبنت اللي كانت بتساعدها اتفاجئت ان هي عايزة فستان لخطوبتها هي، فشيري اتحرجت واتضايقت. بالليل بقى محمود قعد مع ياسمين وسألها عن رأيها في جواز شيري، فقالت له عادي مش متضايقة. فقال لها رأيك انتي بالنسبة لي أهم بكتير من رأي ياسين، علشان انتي بنت وممكن يكون عندك مشكلة في جوازها بوجود راجل في حياتكم. انا مش عارف هما اتفقوا على ايه، انتوا اللي هتروحوا تعيشوا معاه ولا هو اللي هيجي يعيش معاكم، بس اللي متأكد منه ان شيري بتخاف عليكم ومش ممكن تعمل حاجة تضايقكم. وهزر معاها وقال لها ايه رأيك لو اتجوزت واخدت ياسين معاها وانت تيجي تعيشي معايا وادلعك. فياسمين ساعتها اتأثرت وعيطت وحضنته. تاني يوم شيري خرجت مع كريم علشان يجيبوا حاجات للخطوبة والبدلة، وقال لها انت بجد عايزانا نتجوز ولا عايزة تغيظي ياسين او تنتقمي من وائل، لان التغيير المفاجئ ده مقلق بصراحة. فقالت له انها اكيد مش هتتجوز علشان تغيظ ياسين، ولو كانت عايزة تنتقم من وائل كانت انتقمت منه وهي متجوزاه. وحكت له انه كان بيخونها كتير وده سبب طلاقهم، وحبت تعرف منه سبب انفصاله، فما حبش يحكي، بس قال لها انه ما خلصش من مخاوفه القديمة لان الطريقة اللي سابوا بعض بيها وجعته. ياسين في الوقت ده صحى من النوم وكان اخواته في المدرسة وبابا في الشغل، ومرات بابا سألته لو عايز يفطر، فقال لها يا ريت. فقالت له التلاجة فيها كل حاجة، اللي هو قوم فطر نفسك يعني. فقام هو متضايق، وبعدها سألته عن محاضراته اللي بيفوتها علشان حرم الترم اللي بيضيع عليه اللي هو ارجع القاهرة يعني. وبعدها قالت له ما ينساش يغسل طبقه، فهو كان محرج ومتضايق ومش متعود على كده. اما درية فاخدت تيا وراحت لمنير علشان يديها دروس موسيقى وتشوفه. كريم قال لشيرين ان هو عايز يشوف ياسمين وتتغدى معاهم علشان يتعرف عليها قبل الخطوبة، فقالت له حركة حلوة منك، وكانت هتكلمها في الشغل وتقول لها، بس قال لها خليها مفاجأة. وفعلا راحوا لها واتفاجئت بيهم قوي، وصاحبة المحل لما عرفت ان هي مامة ياسمين وخطيبها رحبت بيهم قوي واديتهم هدية للخطوبة. وخرجوا هما 3 سوا واتكلموا وهزروا مع بعض. وبعدها كريم روح وحاول يرضي درية ويهزر معاها، ووراها بدلة الخطوبة اللي عجبتها وقال لها ان هي ذوق شيري، فوافقت. وجاي من الخطوبة وشيري شافت ياسمين وهي بتعلق الزينة فضايقت قوي وتوترت لانها ما كانتش عايزة كل ده. ومحمود ونوشكا كانوا فرحانين بيها قوي. وبدأت الخطوبة وأفنان ما راحتش، فمحمود كلمها واتحججت ان بنتها تعبانة ومش هتقدر تيجي، وهو كان متضايق من ده. ودورية حضرت وحاولت تعمل نفسها مبسوطة، بس هي كان صعبان عليها كريم. وفي الوقت ده ياسين في اسكندرية كان محتار ما بين ان هو مش مرتاح مع باباه ومراته، وما بين ان هو مش عايز يرجع لشيري وهي عايزة تتجوز. وبعدها احتفلوا بالخطوبة ولبسوا الدبل. محمود اللي راح لأفنان اللي اتحججت ان بنتها تعبانة علشان كده ما راحتش خطوبة شيري، راح لها ولقى بنتها كويسة ونزلتها المدرسة، وما راحتش الخطوبة علشان معترضة عليها ومكسوفة من شكلها قدام اهل جوزها. فعاتبها وقال لها شكلنا قدام اهل كريم واصحاب شيري ايه لما اختها شقتها ما تحضرش خطوبتها، وان شيري متضايقة من تصرفاتها معاها. وأفنان برضو كانت مصممة على رأيها. رانيا بقى مرات وائل قالت له لازم تكلم شيري علشان ترجع ياسين علشان ما تضيعش عليه سنة من كليته، وما ينفعش انت اللي تبوظ علاقته بمامته، وكل ما يبقى متضايق منها يسيبها ويجيلك. فقال لها علشان كليته ولا علشان مبوظ لك نظام البيت ومش مرتاحة؟ قالت له لا انا مرتاحة ولا هو ولا البنات مرتاحين، وانا ما عنديش مشكلة لو قلت له انه هيجي يعيش معانا وساعتها نجيب بيت اكبر. بس ياسين بيتصرف بطريقة غريبة من غير ما يفكر في اللي حواليه، وكلنا بنشجعه على ده. ياسمين بقى راحت الجامعة وورت صور خطوبة شيري لندى صاحبتها وكانت عاجباها قوي. وبعدها عمر زميلهم واللي معجب بياسمين راح لهم واتفرج على الصور معاهم، وكان معجب بشكل ياسمين في الخطوبة. وبعدها وصلها البيت وحكيت له على اللي ياسين عمله، وان ياسين مش بيفرق له حد زي ما مامتها معوداه. واللي معصبها من ياسين قوي ان هو راح لوائل، لان فكره ان شيري ضايقته فراح لوائل اللي هو اذاها فكره مقرفه. فقال لها بس ده باباه. قالت له محدش فاهم حاجه، ماما نفسها ما قالتش لحد وهو غبي ما فهمش لوحده. هي تقصد ان هي فهمت لوحدها ان شيري طلقت من وائل لانه كان بيخونها، بس ياسين ما فهمش ده.
شيري بقى في الوقت ده كانت متضايقه ان ياسين مش معاها، وبتطلع غلها في كراسي السفره المكسوره واللي مش عارفه تصلحها. فنوشكا قالت لها ده مش منظر، واحده خطوبتها كانت امبارح. فقالت لها متضايقه ومش عارفه افرح وياسين مش معايا، وكلكم عايزيني افرح وانا كأم مش قادره. انتي عايزه تقولي لي ان ياسين قليل الادب، وكريم عمال يلمح، وبابا زعلان منه ومن حقه بعد اللي عمله. وانهارت. فنوشكا هونت عليها وقالت لها ياسين وحشني، هو حيوان بس وحشني وهيرجع لانه مستحيل يسيب كل ده. وبعدين قالت لها انتي طول الوقت عايزه كل الناس فرحانه، وده عمره ما هيحصل. انا عايزاك انتي لما تجيلك لحظه فرح افرحي وبس، وكفايه نكد. وبعدين قالت لها ان يوسف عزمهم وعايز يتعرف عليهم. وائل بقى قعد مع ياسين بعد ما رانيا كلمته ان هو لازم يرجع لمامته، ولمح له يرجع الجامعه تاني علشان ما تفوتوش حاجه. اما درية فراحت النادي مع سعاد وعماد، وكانت متفقه مع منير ان هو يروح لهم على هناك. وفعلا راح لهم وجاب حلويات لتيا، وعماد رحب بيه وحضروا سوا عرض فيلم في النادي. شيري وكريم وليلى وحمزه راحوا العزومه اللي يوسف ونوشكا عاملينها، واكلوا وهزروا ولعبوا افلام سوا. وبعدها وائل كلمها وقال لها ان هو عايز يتكلم معاها بخصوص ياسين، ولازم يفهم ان غيابه من الكليه كل ده هيضره. فقالت له الولد هرب وراح لك، فياريت تتصرف بقى، خليه عندك احسن. وقفلت. وتاني يوم خرج مع ياسين وقال له انا مبسوط بوجودك معانا، انا ورانيا والبنات، بس انا ابوك ومش هبقى مبسوط لو اتاخرت السنه في الكليه علشان كنت زعلان مع مامتك. ما تطلعش من الموضوع خسران، وهي امك وبتحبك. فما وافقش وقال له انا مش عايز ارجع مصر دلوقتي. ورجعوا البيت واتغدوا مع بعض، واخواته كانوا فرحانين قوي ان في مطعم سوشي فتح في اسكندريه، وكانوا عمالين يتكلموا هما الاربعه ويشوفوا مين بيحب السوشي ومين لا، وظبطوا خروجه سوا. وياسين محدش اتكلم معاه ولا دخله في الحوار، فزعل وحس ان هو وحيد. منى اخت كريم عملت عزومه لاسره شيري، بس ما قالتش لدريه ده، وقالت لها ان هي عامله عزومه لصحاب تيا وعايزاها تساعدها معاها، لانها لو قالت لها ان هي عازمه شيري واسرتها ما كانتش هتوافق، لانها شايفه شيري مش مناسبه لكريم علشان عيالها كبار، وكانت عايزاه يتجوز واحده صغيره. فمنى قالت لها خليه براحته، احنا ما صدقنا. وبعدها تيا بنتها دخلت بشوكولاته وقالت لها صاحب تيتا هو اللي جابها لي. فقالت لها زعلانه من ابنك. وفي الوقت ده كريم وشيري وياسمين ومحمود كانوا وصلوا، ودرية اتفاجئت ان العزومه دي ليهم هما. فمنى قالت لها كان لازم اعمل كده علشان كريم ما يزعلش. ودرية اصلا ما كانتش عايزه تشوفهم، بس طلعت لهم وهي مضطره ورحبت بيهم، واتغدوا سوا واتعرفوا على بعض اكتر. وياسمين عرفت ان منى بتدرس في كليه اداب مسرح، وقالت لها ان صاحبتها ندى عايزه تتعلم تمثيل، وفرجتها فيديو ليها. فمنى قالت لها يروحوا لها الجامعه. وبعدها طارق جوز منى لمح لدرية ان العزومه الجايه تكون عندها، ودرية اتحرجت ووافقت. وبعدها شيري روحت وكلمت وائل وقالت له يقنع ياسين يرجع علشان جامعته. تاني يوم الصبح وهي بتفطر مع كريم، وائل كلمها وقال لها ان هو جاي من اسكندريه هو وياسين وخلاص قرب، وعايز يشوفها علشان يتكلم معاها. فاتوترت واتفاجئت من سرعته، لانه زي ما يكون عايز يخلص من ياسين. وحكت لكريم اللي حصل، فكريم كان متفهم وقال لها كتر خيره ان هو جايبه بنفسه وخايف على مصلحته. وبعدها وائل كلم ياسمين وقال لها ما تروحش في حته لانه جاي في الطريق وعايز يتكلم معاها، وهي ما كانتش عايزه تقابله ولا طايقاه اصلا، بس استنته. ولما وصل قابلته بطريقه جافه وما رضيتش تحضنه. وبعدها شيري وكريم وصلوا، وشيري عرفت كريم لوائل وقالت له خطيبي. ووائل كان كويس معاه وسلم عليه، بس ياسين كان واقف ومتقبلش الموضوع خالص، وطلع وهو متعصب على البيت، وكلهم طلعوا وراه وكريم مشى. واول ما طلع دخل اوضته وقفل عليه الباب. فوائل دخله فقال له هو متعصب ينفع اللي هي عملته؟ قال له مامتك ما عملتش حاجه غلط، اتكلم عليها كويس. قال له ما هي اتخطبت له اهي، وانت ازاي تسلم عليه كده عادي؟ قال له علشان احنا ناس كبيره. فياسين اتكلم على شيري بقله ادب، فوائل اتعصب عليه وهزقه وقال له لو هتتكلم على واحده من الشارع مش هتتكلم كده، انت ما حدش عارف يربيك. قال له انت جاي دلوقتي تربيني؟ دي اتخطبت له خلاص، يعني لو كنت طولت شويه في اسكندريه كنت هرجع الاقيهم متجوزين. قال له هي ما غلطتش، وحتى لو اتجوزوا مش هتبقى غلطانه. قال له انت اصلا مش فارق لك، لا هي ولا حد فينا فارق لك، وهتنزل دلوقتي ترجع اسكندريه ومش هنشوفك الا بعد كام شهر. فوائل معرفش يرد عليه لانه معاه حق، وقال له ما تقلش ادبك على مامتك تاني، وسابه وخرج. فياسين اتعصب ورمى الشنطه بتاعته واللاب اتكسر، فزعل قوي لما لقى اتكسر. ووائل لما خرج من عند ياسين شاف ياسمين وكان عايز يقعد معاها، بس هي ما رضيتش وقالت له ان هي عندها شغل وسابته ومشيت. فوائل قعد مع شيري وبارك لها على الخطوبه وقال لها خطيبك شكله لطيف. وبعدين اتكلموا في موضوع ياسين، وقال لها انا مصدوم جدا من اللي شفته من ياسين، ازاي بقى كده؟ ازاي ما شدتيش عليه من بدري علشان ما يكلمكيش بالطريقه دي؟ بجد ربنا معاكي. قالت له حضرتك كنت فين؟ قال لها انا جاي علشان نشوف حل مع بعض، انت عمرك ما قلتي لي ان ياسين محتاج لك. تعالى.
قالت له دي حاجات ما تطلبش، انت كأب مفروض تبقى موجود في حياته، ياسين محتاج راجل في حياته. فبرضه معرفش يرد عليها لانها برضه معاها حق، وقال لها انا مضطر ارجع اسكندريه، وسابها ومشى وهي انهارت. وبالليل كريم كلمها يطمن عليها وقالت له ان هي مش كويسه وتأسفت له على اللي حصل. وتاني يوم وهي نازله حضرت له الفطار وسابت له المصروف وقالت له ده، وراحت لنوشكا وحكت لها اللي حصل. فقالت لها هو يومين وهيهدى ولو ما تعدلش عاقبيه. فقالت لها انا ما كنتش متخيله ان الموضوع صعب كده، ياسين مش طايق كريم، مش عارفه ازاي هيعيشوا مع بعض. فاقترحت عليها ان هي لما تتجوز كريم كل واحد يبقى في بيته ويتقابلوا بس في نهايه كل اسبوع. فشيرين ما عجبتهاش الفكره دي وقالت لها ان هي عايزه تتجوز وتستقر مع جوزها، والفكره المتخلفه دي في شيوخ كتير حرموها. درية أخدت تيا وراحوا المنير وهو كان فرحان بتيا قوي، وقعدوا واتكلموا سوا. في الجامعة مروان كان لسه باقي على صداقته بياسين واتكلم معاه وعاتبه ان هو ما كانش بيرد عليه لما كان في اسكندرية. فياسين كلمه بتجاهل، وبعدها شربيني راح له وساب مروان ومشى معاه، واتفقوا سوا ان هما هيخرجوا بعد الكلية. فمروان اتضايق واتأكد ان ياسين قصد يتجاهله. محمود أخد كريم معاه وهو بيصطاد وحكى له إن بعد ما مراته تعبت وماتت بقى الشخص عصبي ومش مركز مع البنات، وشيرين هي اللي شالته هو وأفنان واهتمت بيهم وبالبيت، وده السبب اللي خلاه يوافق على وائل أول ما تقدم لها علشان كان عايزة تشوف حياتها وتتبسط، بس اكتشف إن هو اتسرع ولغاية النهاردة ندمان على القرار ده. ورغم ان شيرين كان عندها قدرة على التحمل وقوية، بس كان قلقان عليها قوي لانها لوحدها. ولما حس ان هي بتحبه قال لازم يقعد معاه، ولما قعد معاه حس ان هو جدع وكويس. فكريم فرح بالكلام ده وقال له انه هيعمل اللي هيقدر عليه علشان يعوضها عن اللي فاتها ويكون عند حسن ظنه. ومحمود سأله هيعيشوا فين بعد الجواز، فقال له لسه بنتناقش، وكملوا كلامهم وهزروا سوا. في الوقت ده ياسين كان رايح لمحمود علشان يعتذر له عن اللي حصل منه في اخر مرة، بس لما لقاه قاعد مع كريم وبيتكلم وبيهزر معاه اتضايق ورجع البيت. كريم كان قايل لياسمين ان حمزة صاحبه عنده مكتبة وعامل مكان للطلبة بيذاكروا فيه، واقترح عليها ان هي تروح هي واصحابها هناك. ففي الوقت اللي ياسين رجع فيه البيت ياسمين كانت بتقول لشيرين ان هي رايحة المكان ده وهتبقى تسلم لها على كريم. فده طبعا ضايق ياسين اكتر ونزل هو كمان قابل شربيني. وياسمين راحت هي واصحابها يذاكروا عند حمزة، ووائل كان بيكلمها كتير وهي ما بتردش، وبعدها ردت وقالت له ان هي بتذاكر ومش فاضية، وقعدت وهي متضايقة. فكريم قعد وهزر معاها وقال لها بصراحة اخوكي مزعج قوي. وعمر اللي معجب بياسمين كان متضايق ان هي قاعدة معاه. وبعدها بيوم وائل قرر يهتم وكلم شيرين علشان يطمن على ياسين، وبعدها راحت عند بيت كريم علشان هيتقابلوا سوا. وفي الوقت ده عمده وسعاد كانوا خارجين في عيد ميلادهم ال50، وكريم شافهم وعرفهم على شيرين، وسعاد كانت لطيفة معاها عكس درية ووصلهم المكان اللي هيحتفلوا فيه. وبعدها كريم أخدها الشقة اللي كان متجوز فيها قبل كده وما راحهاش من ساعة ما طلق مراته، واقترح عليها ان هم يتجوزوا فيها لان اكيد مش هيقدروا يعيشوا عندها ولا عند مامته. فعجبها الاقتراح ووافقت. وبعدها رجعت البيت وياسين كان خارج وقال لها ان هو هيسهر مع صحابه. فقلقت عليه، ولما طلعت كلمت مروان لانها عارفه ان هو صاحبه الوحيد، وسالته لو ياسين هيقابله دلوقتي، فقال لها لا. فقالت له طب مين صحابه الجداد؟ فمروان قال لها معرفش. هو ياسين في الوقت ده كان راح لشربيني اللي عايز ياخده في طريق مش كويس، وكانت هناك كارما المعجبه بياسين وقلقت عليه لما سافر وما كانش بيرد عليها، وقالت له ما يسافرش تاني. بياسين اللي راح المحاضره وهو مش فايق، والدكتور طبعا لاحظ ده فقومه وهزقه قدام كل زمايله وطرده من المحاضره. فخرج وهو محرج ومتضايق قوي وحكى لشربيني اللي حصل. فشربيني قال له ان هو عارف الدكتور ده وهيتصرف معاه. واستنوا هما الاتنين والدكتور مروح، وخلوا حد يرمي عليه ميه، والدكتور اتخض قوي، والشربيني كان بيصوره وشاير الفيديو. وبعدها قعدوا اتفرجوا على الفيديو وكانوا مبسوطين قوي. فمروان صاحب ياسين شاف الفيديو وكان عارف من مريم ان ياسين اتهزق في المحاضره، فراح لياسين وقال له انت اللي عملت كده؟ قال له ولو انا، ده يضايقك في ايه؟ قال له يضايقني علشان انت من ساعه ما اتلميت على الزفت ده وشخصيتك بقت تقرف. قال له الزفت ده كنت كل لما بحتاج له بلاقيه، وهو الوحيد اللي كان مهتم بيا ومستنيني ارجع من اسكندريه. فمروان قال له مامتك كلمتني وسالتني مين صحابك الجداد وانا قلت لها معرفش. فقال له انت كده بتهددني، ما كنت تقول لها. وقال له لو مش واضحه بالنسبه لك احنا الاتنين ما بقيناش صحاب، فبلاش تعمل المسؤول عني علشان مش ناقصاك. فمروان زعل قوي من الكلام ده وراح حكى لمريم، فقالت له بصراحه انت زودتها معاه. قال لها ما بقتش تفرق، انا وهو خلاص ما بقيناش صحاب. اما ياسمين فبعد الامتحان قالت لندى ان من اخت كريم كلمتها ولو عايزه تجرب تمثل ممكن يروحوا لها كليه وتمثل مع فرقه المسرح. فندى فرحت قوي وقرروا ان هم يروحوا لها، وقالوا لعمر يروح معاهم بس ما وافقش لانه غيران من كريم ومن خدمته اللي بيقدمها لياسمين، فسابوه راحوا لها.
أفنان بقى قالت لياسين انه يروح لها، وفعلا راح لها وقعدت معاه وقالت له ان هي ما راحتش خطوبة شيري، وشيري متضايقة منها وانها ما راحتش الخطوبة علشان قلقانة عليها، لان افرض كريم ده طلع وحش هيبهدلها وهي مش حمل بهدلة. وبعدها قالت له انا عايزاك تعرف ان انت مش لوحدك. وبعدها روح البيت وشاف شيري وبرضه ما اتكلمش معاها. وتاني يوم كانت بتدي درس البنت في البيت، والبنت دي كانت معجبة بياسين بس هو ما كانش مهتم، وخرج مع كرمة في المكان اللي جده بيصطاد فيه. وبعدها راحوا لشربيني وسلمى. وتاني يوم شيري قررت ان هي تعاقبه وتمنع عنه المصروف وخرجت. ولما ملقاش فيه فلوس قال لي ياسمين تكلمها، فقالت له ماليش دعوة دي مشاكلكم مع بعض، وبعدين ما تكلم ابوك حبيبك يبعتلك فلوس. فاتضايق وخرج. شيري في الوقت ده كانت خارجة مع كريم علشان يبصوا على العفش، وكان متحمس قوي بس هي ما كانتش مهتمة ومركزة في تليفونها ومستنية مكالمة من ياسين علشان المصروف. أفنان بقى راحت لمحمود علشان تسيب له عيالها كالعادة وتروح الكوافير، فقعدها واتكلم معاها وقال لها ما تديش ياسين فلوس لما يروح لك علشان شيري منع عنه المصروف علشان يتعدل. فقالت له لو طلب اكيد مش هقول له لا، وبعدين ياسين صعبان عليا كلكم جايين عليه. فقال لها بس لازم ناخد بالنا من الطريقه اللي بنعامله بيها، مش تسخنيه على مامته. فاتضايقت وقالت له والله ما سخنته، وسابته وراحت مشوارها. ياسين راح يصلح اللاب بتاعه بعد ما كسره، فلقى ان هو ما ينفعش يتصلح، فكلم وائل وقال له ان هو عايز لابتوب جديد. ووائل وافق بس قال له دي شهرين 3 واجيبهولك علشان ورايا مصاريف كتير. وبعدها راح لشربيني اللي خلاه يشرب مخدرات وجاب له اكل على حسابه. ولما عرف انه مش معاه فلوس علشان مامته قطعت عنه المصروف وان اللابتوب بتاعه اتكسر، جاب له لابتوب كان عنده واداله فلوس. وبعدها ياسين حكى له بسخريه ان مامته خلاص كلها كام يوم وتتجوز، وانه متضايق قوي ومش قادر يتقبل الفكره. شيري بقى بعد ما اعترضت على فكرة نوشكا انها لما تتجوز هي وكريم كل واحد يبقى في بيته ويتقابلوا بس في الويك اند، اقتنعت بيها لانها مش لاقي حل تاني علشان ما تسيبش العيال لوحدهم. وعرضت الفكرة على كريم فما وافقش ابدا، وقال لها للدرجة دي مش عايزة تعيشي معايا؟ ده ما اسمهوش جواز. فقالت له انت وياسين استحالة تعيشوا مع بعض، والحل اللي انا بقوله لك ده احسن حل. فقال لها دي الحياة اللي عايشها حمزة وانا مش عجباني. فقالت له احنا مش زيهم، هما متجوزين في السر واحنا مش هنعمل كده. وفي الوقت ده درية كانت بتتصل بيه وهو مش بيرد لان نعمة جوز سعاد جارتهم مات. وطبعا سعاد كانت منهارة ومش مصدقة اللي حصل لانها كانت بتحبه قوي وملهاش غيره. بعدها عملوا له عزا وشيري راحت وكانت واقفة معاهم طول العزا، ومنير كمان راح. وكريم ومنى كانوا مستغربين ومش عارفين مين الشخص ده. فتهي قالت لهم ان ده مدرس الموسيقى بتاعها، فاستغربوا اكتر ايه اللي يجيب مدرس الموسيقى بتاعتها يعزي سعاد. في الوقت ده ياسين قعد مع ياسمين وعرف منها ان وائل كلمها وردت عليه كالعاده بطريقه جافه. فقال لها انت بتعامله ابوكي كده ليه مع انه مش بيتاخر عليكي في حاجه؟ قالت له ابوك انت مش ابويا انا. قال لها يعني انت مش قابله ان ابوكي يكلمك لكن قابله ان راجل غريب يجي يعيش معانا هنا؟ قالت له انت مش بس اناني، انت عيل صغير. مين ده اللي عمره ما اتاخر علينا في حاجه؟ انت مش عارف ماما كانت بتعمل ايه السنين اللي فاتت علشان تصرف عليك وعلى دلعك، وقت ما ابوك ما كانش عارف اصلا انت عندك كام سنه. فلا احنا اللي ما كناش بنطلب حاجه منه، وعلى فكره هيجيب لي لابتوب جديد. في الوقت ده شيري كانت رجعت من العزا، فياسين اول ما رجعت دخل على اوضته. وتاني يوم درية قعدت مع كريم وقالت له ان سعاد صعبان عليها جدا وكانت حزينه قوي على فراق عماد لانها كانت عندهم بيلعبوا طاوله وقت ما مات. وبعدها قالت له خطيبتك دي طلعت جدع قوي. شربيني بقى اللي طلع اسمه احمد بابا رجع من السفر فجاه وراح له الشقه ولقاها كلها حاجات مش مظبوطه، فقومه من النوم وهزقه وضربه لانه كل مره لما بيجي من السفر بيقول له ان هو جاي، فلما بيوصل مش بيلاقي اي حاجه من الحاجات دي. حمزة بقى كان متضايق قوي بيشتكي لكريم ان المكتبة مش بتجيب فلوس ولا حتى الورك سبيس، وبالوضع ده ممكن يقفل المكتبة. فكريم حاول يساعده بحلول، وبعدها اشتكى له من الفكرة اللي قالتها له شيري ان هما يتقابلوا بس في الويك اند. في الوقت ده بقى ياسمين كانت قاعدة في الورك سبيس بتذاكر مع صحابها، ولما ندى قامت ياسمين قالت لعمر ان هي عايزة تقعد مع كريم لان شكله متضايق. فعمر اتضايق قوي لانه بيغير من كريم، وقال لياسمين ان هو بيحبها ولو كل الفترة اللي فاتت ما اخدتش بالها من ده تبقى غبية. فياسمين اتوترت وقالت له انا مش عارفة اقولك ايه، فسابها ومشى. وبعدها هي كمان مشيت. وتاني يوم راحت الشغل وهي متضايقه واشتكت لصاحبه المكان اللي بتشتغل فيه، وقالت لها ليه حسسني ان انا غلطانه ان انا مش حاسه بيه، يعني لو في حد بيحبني وانا مش بحبه ايه المشكله؟ وبعدين انا عمري ما حسسته ان في اي حاجه. فقالت لها ما قدامكيش غير حلين، يا اما تواجهيه يا تبعدي بلطف، لان طول ما انت مش بتواجهيه هيبقى مستني وعنده امل انك تحبيه، فاحسن حل انك تبعدي علشان ما تاذيهوش. أفنان بقى كلمت شيري وقالت لها ان هي عازماها عندها هي وكريم، فاتفاجئت من ده لان أفنان اصلا معترضه على فكره جوازها وحتى ما حضرتش الخطوبه. فكلمت كريم وهي مستغربه وقالت له، وهو ما كانش عنده مانع وقال لها كتر خيرها ان هي بتحاول تحل.
منير بقى بعد موت عماد كان خايف قوي من الوحدة، فحاول يكلم ابنه اللي على طول مشغول، ورد عليه بطريقة غبية وقال له ان هو مشغول قوي وراه عملية وما يكلمهوش كتير علشان بيقلق، فطبعا اتضايق. ياسمين بقى كانت قاعدة مع ندى في الجامعة وعمر شافها وما كلمهمش، فندى سألتها في ايه، فقالت لها على اللي حصل في المكتبة، وان عمر قال لها ان هو بيحبها وهي رفضت، وقالت لها ان هي كانت قافلة الباب ده معاه من زمان، وقالت له قبل كده ان هما مجرد صحابه بس، فقالت لها بس تصرفاتك ما كانتش بتبين ده خالص، علشان انت كمان بتحبيه ومش عايزة تقولي، وانت مش غبية، ولو كنت عايزة تقفليها مع عمر بجد كنت هتعرفي. شربيني رجع الجامعة وكان متضايق قوي من اللي بابا عمله فيه لما رجع من السفر، وبعدها خرج مع سلمى واتعامل معاها بطريقة غبية، وهو أصلا بيتعامل معاها دايما بطريقة غبية، بس هي علشان بتحبه ومتقبلة منه أي حاجة. كريم وشيرين راحوا لأفنان، وأفنان اعتذرت لها على طريقتها معاها، وقعدوا يتكلموا سوا، وبعدها ياسين وصل، وطلعت أفنان عاملة العزومة دي علشان ياسين يصلح شيرين ويرجع يكلمها، بس طبعا ياسين اتضايق أول ما شافهم وكان عايز يمشي، بس أفنان أقنعته ودخل، وبعدها قعدوا يتغدوا، وياسين كان متنرفز أوي يتعامل مع شيرين بطريقة وحشة وما تكلمش معاهم كلمة وسابهم ومشى. وكريم وشيري كملوا العزومة، وهما ماشيين أفنان اعتذرت لشيري على اللي حصل، وقالت لها أنا كنت عايزة أصالحك لأن بابا قال لي إنك زعلانة مني ومتضايقة إن ياسين بيجيلي، فقلت أعمل حاجة تبسطك أنتي وكريم، فما قالت لهاش حاجة ونزلت لكريم اللي كان بيحسبها عاتبتها على اللي حصل، فقالت له مرضتش أقول لها حاجة، هي غبية وما بتعرفش تتصرف وهي فاكرة إنها كده بتصلح الموقف. فكريم قال لها بس ياسين شكله أحسن من الأول، على الأقل مش بيزعق، هو مبوظ دلوقتي بس شوية شوية هاخد على الوضع. شربيني بقى عزم سلمى وكرمة وياسين عنده، وقال لهم ان العزومة دي بمناسبة ان بابا غار في 60 داهية ويا رب ما يجيش تاني، وقعدوا كلهم وشربوا مخدرات بما فيهم سلمى اللي بعد شوية ما بقتش بتتكلم معاهم، فخافوا. وكرمة حاولت تفوقها بس ما فقتش، وياسين كان عايز يكلم الاسعاف او يروحوا المستشفى، بس شربيني ما رضاش وقال لهم احنا كده هنروح في داهية، فياسين معرفش يعمل ايه، فكلم مروان وراح لهم ووصلهم المستشفى، وهنا كانوا خايفين ومش عايزين يقولوا السبب اللي وصلها للحالة دي، بس الدكتور شك ان هي كانت شاربة حاجة، وقال لهم يقولوا له اللي حصل علشان يقدر يساعدها، وفعلا قالوا له ان هم شربوا مخدرات. تليفون سلمى كان عند شربيني، ولما اتأخرت ومامتها كلمتها ولقيتها مش بترد فكلمت كرمة اللي قالت لها ان سلمى في المستشفى، فراحت لهم، وبعدها سلمى فاقت وكانت مستغربة ان كلهم موجودين وشربيني مش معاهم. اما مروان فكان واقف جنب ياسين وما سابهوش، ووصله البيت بعد ما طمنوا على سلمى، فياسين اعتذر له على اللي قاله له اخر مره ورجعت صداقتهم تاني زي الاول. وبعد اللي حصل له طلع البيت وهو ناوي يصلح شيرين، بس هي ما كانتش موجوده وكانت في الشغل وكان وراها شغل كتير، وكان كريم بيكلمها يهون عليها. وبعدها ياسمين بعتت لكريم فويس وقالت له ان هي محتاجه تتكلم معاه، فقال لها تروح له العياده، وبعد شوية جهزت نفسها علشان تروح له، فياسين قال لها تعالي نفطر سوا، فاستغربت ده لأنه من ساعة ما جه من اسكندرية وهو بيعملهم بطريقة وحشة، وقالت له انت عيان وسابته ونزلت، وراحت لكريم العيادة وقالت له ان هي عايزة تاخد رأيه في موضوع، فقال لها عمر، فاستغربت وقالت له اشمعنى قلت عمر، قال لها يعني علشان بشوفه معاكي كتير وحاسس ان في حاجة بينكم، قالت له بس مش هو ده الموضوع، وقالت له ان هي كانت قدمت ان هي تشتغل مضيفة طيران وراحت كذا انترفيو وبعتوا لها ميل ان هي اتقبلت ومفروض تبتدي تدريب قريب، ففرح لها وبارك لها، وقال لها ان شيري ما قالتلوش حاجه عن الموضوع ده قبل كده، فقالت له ان شيري اصلا ما تعرفش ان هي قدمت على الشغل ده، ولو عرفت كده كده مش هتوافق، وياسين لو عرف هيسخنها ويخليها ترفض، فالوقت ده فرصه ان هي تقول لها فيه علشان مش متصالحين دلوقتي، وقالت له ان هي جايه له علشان عايزين يفكروا هيقولوا لها ايه علشان ما ترفضش وتوافق اول ما تقول لها، فقال لها خليني افكر ونشوف هنعمل ايه، ووصيته ان هو ما يقولش حاجه خالص لشيري عن موضوع الشغل ده. درية بقى قعدت مع منير وقال لها الله يكون في عون سعاد على فراق عماد، شعور الوحدة ده كئيب، قالت له مش دايما الوحدة لما تعيش لوحدك، ممكن تبقى وحيد لما تعيش مع ناس مش مقدرين وجودك، وده لأن درية ما كانتش بتحب جوزها قبل ما يموت، وكملت وقالت له ان هي مبسوطة مع كريم ومنى وتيا لأنها عارفة ان هما بيحبوها. بعدها منير ومرة واحدة عرض عليها الزواج، فدورية اتفاجئت قوي وسابته وروحت البيت وحكت لسعاد اللي حصل وهي محرجة قوي ومش موافقة، فسعاد كانت فرحانة بالموضوع وشجعتها ان هي توافق، وقالت لها ليه لأ. ياسين بقى كان محتاج اللاب الجديد قوي علشان دراسته والامتحانات قربت، وكلم وائل تاني يستعجلوا ان هو يجيبهوله، فوائل قال له ان ظروفه مش مظبطه اليومين دول وعليه اقساط، ووعده ان هو هيجيبهوله اول لما ظروفه تبقى احسن. سعاد ودرية وتيا راحوا النادي، ومنير كان بيتصل بدرية كتير بس هي ما كانتش بترد عليه، وقالت لسعاد موضوع الجواز ده مش مطروح للنقاش،
وبعدها منى راحت لهم وقعدت معاهم، وسعاد قالت لها ان منير اتقدم لدرية، فمنى ما كانش عندها اعتراض على الموضوع، وقعدت هي وسعاد يهزروا سوا، ودرية من كتر الاحراج زعلت وسابتهم ومشيت. كريم بقى اخد شيري وخرجوا سوا وكانت مبسوطه قوي. وبعدها خان وعد ياسمين وقال لشيري ان هي كانت عنده الصبح في العياده بس ما تجيبلهاش سيره، وحكى لها ان هي قدمت على شغل كمضيفه طيران واتقبلت، وحاسه ان هي مش هتوافق على الشغل ده. فشيري فعلا اول ما سمعت اتفاجئت وموافقتش خالص على الشغل ده علشان السفر، فقال لها احنا عايزين نتصرف بعقل، ولو شافت رد فعلك ده هتزعل مني انا، اهم حاجه نتكلم معاها بالراحه ولازم نحترم سنها وعقلها. فقالت له ان هي اتضايقت لانها اخر من يعلم، بس ما اتضايقتش ان هي راحت قالت له لانها كده تبقى مستأمناه. وبعدها روحت البيت ولقت ياسين بيكلمها واللطيف معاها قوي، وطلع ان هو بيعمل كده علشان ترجع تديله المصروف من تاني وتعمل له اكل، وهي صلحت وادت له المصروف وقالت له ان هي هتعمل له بكره الاكل اللي بيحبه، وبعدها حضنها وقالت له ان هي بتحبه. اما سلمى فبقت كويسه ورجعت الجامعه، وشربيني كان مستنيها وراح لها وصالحها واداها تليفونها، فقالت له انت سبتني اروح المستشفى لوحدي وحتى ما فكرتش توصلني، ده عشان انا مش مهمه بالنسبه لك. فقال لها انا كنت عارف ان الموضوع تافه ومش مستاهل مستشفى لانه حصل لي قبل كده ومن غير ما ابرر لك، المفروض انتي تبقي واثقه فيا. هو قلب عليها ترابيزه وهي اللي صرحته واتأسفت له. بعد الجامعه ياسين روح البيت وكانت شيري عملت الاكل اللي بيحبه، ففرح قوي وقعدوا يهزروا سوا وهو جاي ياكل دوناتس، فشيري قالت له ان كريم اللي جابها فاتضايق وسابها. وبالليل نزلت تقابل نوشكا وقالت لها ان ياسين صالحها وطلب منها فلوس وادت له، فقالت لها علشان انتي هبله وهو رجع يصالحك بس علشان تديله فلوس. فقالت لها لا علشان وحشته وهو كمان وحشني الهدوء من غير خناق. وتاني يوم ياسين جاب لهم فطار وفطروا سوا، وشيري رجعت تاني تدلع في ياسين، وياسمين كانت قاعده ومستغربه ايه اللي حصل. وبعد الفطار شيري دخلت لياسمين اوضتها وقالت لها انا عايزاكي تكلميني عن شغلك الجديد. فياسمين اتفاجئت ان كريم اللي المفروض وعدها راح على طول وقال لشيري، فشيري قالت لها ما تتعصبيش، انا بثق فيكي وعايزه اطمن عليكي، بس موضوع السفر ده انا قلبي مش مطمن له وشايفه انك لسه صغيره علشان تسافري لوحدك. فقالت لها انتي مش عايزاني اسافر علشان ما تدخليش في خناقه مع ياسين. فقالت لها ياسين ملوش علاقه بالموضوع واحتمال ابوكي ما يوافقش. فقالت لها انتي قصدك ابويا اللي ما يعرفش عني حاجه ولما بيصرفش عليا؟ انا ما عنديش اب، وانا كل مره اقول ماما هتقف جنبي هتغلط المره دي وتقف في صفي، وكل مره بطلع غبيه ودايما في حد اهم مني. فقالت لها انتي بتفسري الحاجات على مزاجك. قالت لها انا هسافر ومش عايزه رايك ولا راي ياسين، هو انا فعلا غلطانه اني اتكلمت مع كريم، هو اصلا ايه دخله بالموضوع ده؟ واتعصبت وقالت لها ان مفيش حد في البيت ده بيقف في صفي، ليه فكرت ان حد غريب ممكن يعمل كده؟ وانهارت. ياسين بقى راح الجامعه، وبعد الموقف اللي شربيني عمله مع سلمى بقى بيتجاهله، فشربيني نده عليه وما ردش، فراح له وقال له ايه الجو ده بتجري لما تشوفني؟ انت عليك فلوس ولا ايه؟ صح انت عليك فلوس فعلا. فياسين ما ردش عليه وطمن على سلمى، فسلمى قالت له الحوار كان بسيط وكان هيعدي من غير مستشفيات اصلا. فقال لها طبعا ده اللي قالهولك، ومروان هو كمان سلم على سلمى. فالشربيني قال لها يعرفك منين؟ فياسين قال له ده اللي وصل صاحبتك المستشفى لما انت قعدت في البيت وقفلت تليفونك. فكدبه وقال لها ده سرق مني فلوس ولابتوب وبيقول كده علشان يلخبط على الحوار. فياسين قال له انا ما طلبتش منك حاجه، انت اللي عرضت، واللابتوب والفلوس هيرجعوا لك. وقال لسلمى تسال كرمة على اللي حصل لو مش مصدقاه. فالشربيني قال له ما تروح تشطر على مامتك اللي رايحه تتجوز من وراك. فياسين اتنرفز وضربه، والشربيني هو كمان ضربه واتخانقوا سوا، وياسين اتعور جامد واتاخدوا هما الاتنين علشان يتحقق معاهم. واثناء ما هما في التحقيق مروان كلم شيري وقال لها اللي حصل وقال لها تروح له. فشيري طبعا اتخضت قوي وراحت له، وياسين اتحرج اول لما شافها. في الوقت ده العميد كان بيكلم محامي شربيني وبيقول له ان هو هيعمل له محضر لو اهله ما ظهروش لانهم لقوا في جيبه مخدرات. وبعدها خرجوا شربيني، والعميد عاتب شيري على اللي ياسين عمله ده غير التلفيات اللي حصلت، وقال لها تركز معاه شويه ومع سلوكه مع الاخرين، وقرر ان هو يحرمه من امتحانات الترم. فشيري معرفتش تعمل ايه غير ان هي تعتذر له، وبعدها اخدت ياسين وخرجوا، وكان واقف مستنيهم بره كريم. فياسين اتضايق قوي وهما ماشيين اتعصب عليهم وقال لهم انتوا ايه اللي جابكم؟ هو انا عيل صغير؟ وانت جايب صفتك ايه؟ انا ليا اب وهو مسؤول عني وانتوا اللي عملتوا فيا كده. فكريم اتضايق ومشى، وشيري وياسين راحوا المستشفى. وهما مروحين ياسين حاول يكلمها وقال لها ممكن احكي لك اللي حصل. فشيري كانت متضايقه منه ورفضت ان هي تسمع. وبالليل ياسمين اللي محدش قال لها حاجه عن اللي حصل روحت البيت واتخضت قوي لما شافته كده، ولما حكى لها اللي حصل اتخضت اكتر لانه لسه في سنه اولى واتخانق واتحرم من الامتحانات.
تاني يوم كريم راح العيادة وراحت له عميلة عنده اسمها سهيلة، ودي مهتمة بكلاب الشوارع وبتنقذهم من التسميم بمساعدة من كريم. ففي الوقت ده كانت بتقوله ان هي عايزة تعمل حملة توعية ضد تسميم الكلاب. فكريم عجبته الفكرة وقال لها ان هو هيساعدها ويبقى داعم للحملة دي، ومنها تبقى داعية للعيادة. ففرحت قوي، قالت له ان هي هتكلم واحد علشان يسوق لهم الحملة دي. درية بقى بعد ما منير عرض عليها الزواج فاتحرجت قوي، مبقتش بتقابله ولا بترد على تليفوناته، فقعد يزن عليها لحد لما نزلت تقابله. فشكرها قوي ان هي وافقت تقابله، واعتذر لها ان هو كان بيكلمها كتير علشان يعرف ردها، وقال لها ان هو مبقاش يستمتع بالكلام مع اي حد تاني غيرها، وعرض عليها الزواج تاني. فقالت له ليه ما تتجوزش واحدة صغيرة؟ قال لها ممكن، بس مش هلاقي معاها الانسجام اللي لقيته معاكي. فقالت له ان هي كبرت ومش عارفة كريم ممكن يكون رد فعله ايه. فقال لها كريم خلاص قرب يتجوز، ومنى ليها اسرتها ومن حقهم ان هم يتجوزوا. وقعدوا سوا شوية وبعدها وصلها وقالت له ان هي هتبقى تكلم الولاد في اقرب فرصة. في الوقت ده سعاد نزلت تقعد مع كريم وقالت له ان درية جالها عريس، ففكرها بتهزر، بس لما لقاها بتتكلم جد اتفاجئ ومبقاش مصدق واتضايق قوي. وهو اصلا كان متضايق من الموقف اللي عمله ياسين في الجامعة، ومن بعدها مبقاش بيكلم شيري، ولما بتبعتله بيرد على قد السؤال. فلما حط نفسه مكان ياسين راح قعد مع حمزة ودردش معاه وقال له ياسين كان عنده حق، وجودي شقلب حياتهم وحياتي انا كمان. حسس ان كل حاجة في حياتي وشغلي وقفت وبقيت بجري ورا شيري وعيالها. وبعدها قال له رغم كده اتبسط ان ياسمين كانت عايزة تاخد رأيه في حياتها، وحس ان هي كانت عايزة تستند عليه. محمود بقى لما عرف اللي ياسين عمله في الجامعة راح لشيري وهداها وقال لها ياسين عمله ده طبيعي لانه لسه بيفهم الدنيا. وبعدها قالت لياسين يروح يسلم على جده، فراح وسلم عليه بس ما قعدش معاه لان ياسين زعلان من جده من ساعة ما كان هيروح يصالحه، ولقاه واخد كريم بداله وبيصطاد معاه. منى راحت لدرية ودرية قالت لها ان منير عايز يتجوزها، فمنى فرحت ووافقت وشجعتها ان هي تتجوزه، وقالت لها انه راجل كويس وشكله حلو وشكله مش نكدي زي باباها. فدرية كانت خايفة من كريم ومن رد فعله لانه شكله متغير بقاله كام يوم. فمنى راحت تشوفه ماله، فكان قاعد فعلا متضايق وبيفكر في علاقته بشيري، وقال لها وانا ينفع بقى اب العيال مش عيالي وعيش معاهم؟ وبعدها قفل الموضوع. وتاني يوم قعد مع العميلة ومسؤول التسويق واتكلموا سوا وطرحوا افكار في الحملة اللي عايزين يعملوها. اما عمر كلم ياسمين لاول مرة بعد ما قال لها ان هو بيحبها وهي ما ردتش عليه، فقالت له ان هي كانت لسه هتتصل بيه بس خافت تضايقه وعايزة تنزل معاه ويتكلموا سوا. فقال لها ان هي ما كانتش هتضايق ولا حاجه ومش عايز يضغط عليها. فقالت له انت اهم حد في حياتي وانك تختفي فجاه ده كان صعب. فقال لها عارف، وندى لما قالت لي انك مش كويسه ومتخانقه مع مامتك بسبب موضوع الشغل قلت اكلمك. في الوقت ده ياسين كان بيحضر فطار لشيري علشان يصلحها وراح لها ولسه هيتكلم معاها، بس هي كانت نفسيتها وحشه قوي من بعد ما كريم مبقاش بيرد عليها، فتعصبت على ياسين وزعقت له وقالت له امشي. وياسمين لما سمعتها راحت لها فزعقت لياسمين هي كمان وقالت لها مش انتي نفسك تسافري؟ اتفضلي وانت عملت اللي انت عايزه، يلا انتوا الاتنين. وبعدها كلمت كريم وقالت له ان هي عايزه تقابله، وفعلا قابلته واستغربت لما لقيته بيرسم. فقال لها ان هو كان قاعد الصبح مع عميل عنده في العياده ومسؤول تسويق علشان يعملوا حمله توعيه ضد تسميم الكلاب، والعميله دي اقترحت ان العياده تبقى سبونسر للحمله وكان قاعد بيرسم افكار. فقالت له مين دي وليه ما حكيتليش قبل كده عنها؟ قال لها كنت هحكي لك بس انا شايفك مشغوله مع ياسين. قالت له انا على طول مشغوله وواضح ان انا كنت معطلك عن شغلك وحياتك، هو انت مش حاسس ان انت عملت حاجه غلط؟ انت مبسوط؟ قال لها لا، والموقف اللي عمله ابنك مش ممكن يعدي بالساهل. قالت له انا اسفه اني لخمك بمشاكلي بس كتر خيرك انك سبقتني وقلت لي الاول. فقال لها انت واخده المواضيع بحساسيه زياده عن اللزوم. قالت له انا ولا انت قررت انك تبعد بسبب عيل صغير، انت مش حاسس انك غلطان؟ فقال لها انا اسف بس انتي سخيفه من ساعه ما جيتي وانا ما قررتش حاجه وما غلطتش في حاجه. قالت له ما دي المصيبه، لما لقيتني في مشكله بدل ما تقف جنبي زقتني، عماله اكلمك ترد عليا وتختفي. قال لها انا كنت متلخبط. قالت له انا متلخبطه ومش قادره اسيطر على عيالي، بنتي عايزه تسافر وابني ما بقاش ابني اللي اعرفه. قال لها وعايزاني ابقى شايف اني سبب في كل المشاكل دي وافضل في حياتك؟ وقال لها انه بيحبها. فقالت له ما بقاش ينفع وسابته ومشيت. اما كريم فبعد ما شيري سابته وعرف ان درية جايلها عريس كان بيتعامل مع درية بطريقة جافة شوية، وبعدها راح العيادة ومنير راح له وفتحوا في موضوع درية وتقدم لها. فلما مشى كلم منها وعرف منها ان هي كانت عارفة وما قالتلوش علشان الظروف اللي كان بيمر بيها، ولما سألها عن رأيها كانت فرحانة وقالت له ان هو كيوت وما عندهاش اي اعتراض على الموضوع.
ياسمين بقى راحت الجامعة وقابلت عمر وشكرته على اهتمامه بيها وقالت له ان هو اهم شخص في حياتها ومستعدة تعمل اي حاجة علشان صداقتهم ما تتأثرش، لانه قال لها ان هو بيحبها وهي ما ردتش عليه. فقال لها انا فاهم ان دي حاجة مش بايدك وصداقتنا مكملة اكيد، وهزروا سوا. اما ياسين فبعد الموقف البشع اللي عملها مع جده راح له، كان متردد قوي ومش عارف هيقابله ازاي وهيكون رد فعله ايه لما يشوفه. بس لقى محمود فتح له وهو فرحان قوي ومبسوط ان هو راح له، واخده معاه زي قبل كده وراحوا يصطادوا. فياسين اتحرج منه وشكر ان هو سأل عليه لما اتعور، واتأسف له على رد فعله لما عرف انه وافق على جواز شيرين، وقال له ايه اللي خلاك تبقى موافق قوي على الموضوع ده. فقال له انا عمري ما كنت هوافق لو حسيت ان كريم مش كويس او مش مناسب، وبكره انت وياسمين تتجوزوا وشيرين تعيش لوحدها زيي، علشان كده كان نفسي تتجوز ويبقى في راجل في حياتها تسند عليه. فقال له بس انا مش هسيبها تعيش لوحدها. قال له ده الغلط، انت لازم تعيش حياتك، هو ده الافضل ليكوا انتوا الاتنين. وبعدها قال له انا فخور بيك علشان فهمت الدرس، ان الراجل اللي بجد ما يتمسكش بكلامه لو كان غلط، ويسمع ويشوف ويصلح غلطه زي ما انت بتعمل كده. اما شريفة راحت لأفنان وقالت لها ان هي سابت كريم. فأفنان اتحمست قوي وقالت لها انا ما كنتش مرتاحه للموضوع ده من الاول، وانا قلت لك ظروفك ما تسمحش للجوازه دي، اصرتي تجربي وحصل ايه؟ كلامي طلع صح وانت المفروض تضحي علشان عيالك. فالشري ما كانش عايزه خالص رد الفعل ده وما كانش مستحمله كلامها، وقالت لها حسي بيا شويه. وبعدها روحت البيت وياسمين قعدت معاها وقالت لها ان هي ردت على ميل الشغل وبعتت لهم ان هي موافقه. فقالت لها انت خلاص رديتي وما خدتيش رايي وكاني مش موجوده. فقالت لها انت ليه مصممه تعملي نفسك مش شايفاني؟ قالت لها الكلمه دي هتجنني، انت عمرك قلتي لي انك عندك مشكله وانا ما وقفتش جنبك؟ ومش انت عايزه تسافري؟ خلاص سافري، وانا المفروض ما اقلقش عليكي. قالت لها انا مش عايزه حد يقلق عليا في الوقت اللي هو عايزه، هو باقي الوقت عامل نفسه مش شايفني، وانا كل ما افتح معاكي الموضوع تقولي لي اخوكي اكلي شربي شوفي عايز ايه، اخوكي متضايق قوي انك بترجعي متاخر. انا وافقت على التدريب ده علشان ما ازعلش منك اكتر ما انا زعلانه. كريم بقى قابل حمزة، وبما ان موضوعه هو وشيرين اتفركش فقرر ان هو يبيع الشقة اللي كانوا هيتجوزوا فيها، وبفلوسها يعمل مشروع عربية اسعاف للحيوانات ويجدد العيادة ويعمل كل الحاجات اللي كان معطلها. فسأله هو فعلا انفصل عن شيرين، فتنرفز عليه ومحبش يتكلم في الموضوع. ياسين بقى بدأ يشتغل في المكان اللي بيلعب فيه بلاي ستيشن، ومروان راح قعد معي واستغرب ده، فقال له انه عمل كده لانه اتحرم من الترم وعايز يراجع فلوس شربيني واللابتوب بتاعه. فمروان قال له ان هو هيسلفه الفلوس دي يرميها في وشه ولما يقبض يبقى يديهم له. تاني يوم مديرة المدرسة قعدت مع شيري وقالت لها ان هي في الفترة الأخيرة بقت بتتأخر كتير وبتاخد اجازات من غير ما تستأذن قبلها. فردت عليها بعصبية وقالت لها عادي ان هي تعمل كده لان الايام دي بتتخصم من مرتبها. فالمديرة عاتبتها على الكلمة دي وعاتبتها ان هي كمان بقت عصبية مع الطلبة. فشيرين معرفتش تقول لها ايه وسابتها ومشيت. وبالليل قعدت مع نوشكا وقالت لها لو انا اتطردت من المدرسة هصرف على العيال ازاي، وكانت متضايقه وقالت لها يا ريتني لا اتجوزت ولا خلفت بدري. ياسمين عايزه تسافر بره وتعيش لوحدها، وياسين بقى بيشرب حشيش. وفي الوقت ده لانها اتاخرت قوي ياسمين كانت عماله تتصل بيها وهي قررت ما تردش عليها ولا تروح البيت، وراحت باتت عند نوشكا. ومع ذن ياسمين كتير ردت عليها وقالت لها ملكوش دعوه بيا انا هبات بره. واتعشت هي ونوشكا وقالت لها انا اكتشفت ان مش من حقي اعمل اي حاجه تبسطني. فنوشكا اتكلمت وهزرت معاها وحاولت تطلعها من المود. ياسين في الوقت ده عرف من ياسمين ان شيري هتبات بره وان مفيش اكل في البيت. فياسمين قالت له ممكن يطلبوا اكل وهي اللي عازماه. فقال لها لا البسي وننزل ونتعشى بره وانا اللي عازمك. فياسمين اتفاجئت لان ياسين في العادي ما بيعملش كده، ونزلوا فعلا سوا وعزمها على كشري وقال لها عازمك عزومه اكبر بس لما اقبض. وعرفت انه بدا يشتغل في محل بلاي ستيشن علشان يسلي وقته ويجيب لابتوب جديد. ففرحت انه بدا يشتغل وقالت له فين اللابتوب اللي ابوك كان هيجيبهولك؟ قال لها شكلها كده ما فيهاش، بس انتي ايه اللي خلاكي متاكده انه مش هيبعت؟ قالت له علشان انت ما تعرفش حاجه، كان صرف علينا السنين اللي فاتت دي كلها. قال لها طب ما هو بيبعت فلوس. فضحكت وقالت له ماما مش بتقولك علشان ما ضايقكش، هو بيبعت الفلوس اللي المحكمه حددتها اللي هما ما ياكلوش كشري الشهر كله. انت متعود ان طلباتك اوامر بغض النظر ماما هتعمل ايه علشان تنفذها لك. تاني يوم شيري صحيت وهي متضايقه وقالت لنوشكا هو انا ام فاشله؟ فنوشكا قالت لها لا طبعا انتي مشكلتك ان امومتك بزياده. فقالت لها لو كنت كده كنت عرفت اربي ابني. قالت لها هو غلط غلطه مراهقين عادي، هو متدلع بس متربي وهيتعدل بس اديله وقته. فقالت لها انا لما ركزت مع كريم وسبت العيال حسيت بتأنيب ضمير فظيع، ولما ركزت مع العيال وسبت كريم ما بقتش مبسوطه. اما كريم فقعد مع دورية وقال لها انت فعلا عايزه تتجوزي؟ فاتحرجت وقالت له اللي تشوفه وانت من حقك ترفض. قال لا لا انا مش من حقي اتحكم فيكي، وانا ومن عارفين انت ضحكتي قد ايه وعايزينك تبقي مبسوطه.
اما شريف رجعت البيت وما لقيتش ياسين وياسمين، بس لقيت المطبخ والبيت نظيف ومترتب وفيه ورد، ففرحت بده. وبعدها محمود كلمها وقال لها ان هو مبسوط ان ياسين راح له واعتذر له، فقالت له اخيرا افتكر، وقالت له ان هي مش طايقاهم هما الاتنين لان كل السنين اللي فاتت ما عملتش حاجه لنفسها علشان يبقوا مبسوطين. فقال لها انت حملتي نفسك زياده وحملتي ياسين كمان، احنا ربنا غلط من الاول. انا حاسس انه ابتدى يتغير، بقى مسؤول وبيتغير للاحسن. وبالليل ياسين وياسمين رجعوا وفرحوا قوي ان هي رجعت البيت وقعدت معاهم وقالت لهم الفتره اللي فاتت كانت صعبه علينا كلنا، ويمكن ربنا عمل كده علشان يقربنا من بعض. وموضوع كريم ده انتهى، وعيطت وطلبت منهم ان هم ما يتكلموش في الموضوع ده تاني وحضنتهم. كريم ومنى وطارق جوزها ودرية وسعاد اللي خرجوا مع منير ومصطفى ابنه واتكلموا ودردشوا سوا وتعرفوا على بعض اكتر كأنها قراية فتحة او خطوبة درية ومنير. ورجعوا البيت ودرية شكرت كريم على الخروجة دي وانه اصلا وافق على منير، فقال لها ان رأيه مش مهم وان ده قرارها والمهم تكون مبسوطة. وهي كانت زعلانة عليه لانها شايفاه مكتئب من بعد ما ساب شيري، وقالت له ان هي ممكن تتدخل وتكلمها بس هو رفض. اما شيري فاخدت ياسمين وعملوا شوبينج مع بعض، وبعدها قعدت معاها وقالت لها انا عارفه انك حاسه اني مهتميه بياسمين اكتر منك نتيجه لتصرفاتي، بس ده مش حقيقي وبحبكم انتوا الاتنين قد بعض. انتي بنتي كبيره اللي معتمده عليها وحبيبتي وصديقتي واختي، وانا غلطانه وبعترف. فياسمين قالت لها ان هي خلاص مش زعلانه. وبعدها شيري كلمتها في موضوع السفر وقالت لها قرار السفر صعب ولازم افكر فيه واعرف تفاصيل اكتر عنه علشان اطمن عليكي. ووافقت بشكل مبدئي ان ياسمين تروح التدريب. درية بقى شافت شقة منير اللي المفروض هيعيشوا فيها لما يتجوزوا، ورغم ان الشقة عجبتها الا انها ما كانتش متقبلة فكرة ان هي تسيبتها اللي في ذكرياتها وسعاد وتروح تعيش معاه. فقال لها ان هو ما عندهوش مانع ان هو اللي يروح يعيش معاها لو ده اللي هيريحها وما يضايقش كريم. ففرحت قوي. كريم بقى في الوقت ده كان بيوري الشقة بتاعته اللي كان المفروض هيتجوز فيها شيري لمشتري، واتفق معاه انه تاني يوم هيبيعها له. وقال لحمزة انها خلاص ما بقاش ليها لازمة وبفلوسها هيعمل المشروع اللي هو عايزه. وبعدها راح للنشكة وسألها عن شيري، فقالت له ان هي لسه مش كويسة من بعد ما سابوا بعض. صاحب المكان اللي بيشتغل فيه ياسين قبضه الاسبوع اللي هو اشتغله، وياسين فرح بده واخد القبض وراح للمكان اللي بتشتغل فيه ياسمين وجاب هدية لشيري ورجع البيت اداها وهي كانت فرحانة بيها قوي. وراحت المدرسة وبعدها استناها علشان يساعدها وهي بتجيب حاجات من السوبر ماركت. وهي سايقة شافت حد معدي ومعاه كلب وافتكرت كريم واتضايقت، وياسين اخد باله من ده. وائل بقى عكس توقعات ياسمين بعت اللابتوب لياسين، ولما رجع البيت وشافه فرح قوي ولقى مع الشحنة هدية لياسمين فراح اداها لها. ولما فتحتها لقيت ايربودز بدل الهاند فري اللي على طول لابساها، فاتفاجئت قوي لانها شايفة ان وائل اب غير مسؤول وما بيصرفش عليهم ولا هيصرف عليهم. ووائل فعلا كان كده، بس بعد موقف ياسين اتغير وبيحاول يقرب منهم يحببهم فيه ويجيب لهم طلباتهم. وياسمين فرحت قوي بالهدية وبعتت له شكرته وقالت له ان هي كانت محتاجاها قوي. فقال لها انه قاعد مستني من الصبح رسالتها دي ومفيش حاجة تغلى عليها، ولو احتاجت اي حاجة هو موجود. وهي بدأت تتقبله. بعدها ياسين راح لشربيني وساب له فلوسه واللابتوب اللي كان واخده منه، فشربيني تأسف له واداله حاجات لسلمى وقال له يديها لها علشان مش عايزة تكلمه وعامله له بلوك، وان بابا قدم له في جامعة في السعودية وهيسافر واحتمال ما يرجعش تاني. وكان زعلان وقال لي ياسين يبقى اسأل عليه وتأسف له تاني. وبعدها ياسين رجع البيت وقعد مع ياسمين وقال لها ان شيري لسه شكلها زعلانه بس بتداري وان في فكره عايز يعملها. كريم لقى ان منير هيجي يعيش معاهم فقرر انه يلغي بيعة الشقه. وبعدها منى قعدت معاه وقال لها ان هو كان ناوي يبيع الشقه بس لغى البيعه، ولما درية تتجوز هيروح يعيش فيها ويسيبهم على راحتهم. بس اللي مضايقه ان بعد ما لغى بيعة الشقه مش هيعمل المشروع بتاعه، فمنى اقترحت عليه ان هي وطارق اللي يمولوا المشروع ده. وفكر شويه وبعدها وافق. وبعدها ياسمين كلمته وقالت له ان هي عايزه تقابله، ونزل يقابلها ولقاها جايه ومعاها ياسين وشكله هادي ومش متعصب زي كل مره بيشوفوا فيها. واتكلموا معاه انه يرجع لشيري، فقال لهم ما ينفعش وهيكمل معاها كاصحاب لان كده اريح ليهم وليها وليه هو كمان لانه شايفها كده مبسوطه اكتر. فياسمين حاولت تقنعه تاني، فقال لها انه مقدر ان هما بيحاولوا يساعدوها بس ياسين عمره ما هيتقبل ده. فياسين قال له انا اللي قلت لياسمين تكلمك، وياسمين قالت له لازم ترجعوا لبعض. فقدروا يقنعوه. وتاني يوم راحوا محمود هما وشيري علشان يفطروا سوا، وكانوا كلهم متفقين على شيري لان بعدها كريم راح لهم علشان يفطر معاهم. هو قعد جنب ياسين من غير اي مشاكل، فشيري طبعا اتفاجئت من ده. وبعد الفطار قعدوا معاها وقالوا لها على اللي حصل، وكريم قال لها ان هما اللي اقنعوه وهي كمان ما كانتش مقتنعه، وقالت لياسين انت موافق؟ فقال لها انه هيبقى مبسوط طول ما هي مبسوطه.
فاقتنعت ووافقت، بس بشرط انهم يتقابلوا بس في اخر الاسبوع، وباقي الايام تبقى مع ياسين وياسمين. وكريم وافق رغم انه ما كانش موافق على الفكرة دي. والفرح اتعمل في بيت نوشكا اللي كانت فرحانة لهم قوي، ومنى وطارق وحمزة وليلى وأفنان وصلوا، وبعدها شيري وكريم وياسمين وأصحابها وياسين وأصحابه هما كمان وصلوا، وحتى سلمى وكرمة، إلا درية ومنير اللي كان سايق على مهله بس وصلوا. والمأذون بيسأل فين العروسة، درية وشيري ردوا هما الاتنين في نفس الوقت، واتكتب كتابهم في نفس اليوم، واحتفلوا كلهم سوا بالفرح على أغاني قديمة شوية. وبس كده، ده كان آخر مشهد من آخر حلقة من مسلسل ليلى الجزء الثالث. ايه رأيكم في النهاية دي؟ شايفينها منطقية ولا مثالية زيادة عن اللزوم؟ واتمنى منكم تعملوا لايك للفيديو ده او سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان تتابعوا معايا ملخص مسلسل سيب ونسيب اللي هينزل على القناة الاسبوع ده. سلام.